يا مساء الفل، ازيكم؟ طبعا انتوا خلاص حفظتوا بقى مني ان كل مره بحاول اقول لكم ازاي الحلقه بتكون مختلفه. بس المميز قوي في الحلقه دي انه الفتره الاخيره اخر بالذات سنتين ثلاثه ومع كمان ظهور الاي اي الموضوع تطور قوي. بس قبل الاي اي كان كونسبت الاتش ار اناليتكس كان توبيك في 2020 2019 2021 ابتدى يبقى توبيك مش بس ترندي، بقى توبيك هوت توبيك الناس بتحاول تدرسه وتذاكره وتفهم ازاي الاتش ار محتاج يكون داتا دريفن، وازاي ان الداتا بترفلكت في ريكروتمنت، بترفلكت في ابريزلز، بترفلكت في بروموشنز، في سكسيشن بلاننج. الداتا بقى ليها استراتيجي من اول لما ازاي اصلا هنجمع الداتا جوه الكونتكست بتاع الاتش ار، وازاي هنمشي الداتا دي في فلو عشان نعرف ناخد بيها قرارات وديسيجنز فيري 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 استراتيجيك، وازاي نتحول من مجرد كولكتنج للداتا واستخدام تولز واوتوميشنز والكلام الجميل ده كله واتش ار اس واتش ار ام الى ان الموضوع يبقى مور استراتيجيك، وازاي نقدر ناخد داتا دريفن ونستخدم الاي اي وكل التولز الجميله دي. فالنهارده معايا بقى حد من اساتذه المجال ده، اشتغل كتير جدا في كذا سوفت وير. الحلو قوي انه ضيفي كان عنده ولغايه الان هو سيستم انتجريتور، شاف هو على المستوى الشخصي سيستم انتجريتور، هو شخصيا ما شاء الله قوي ان هو شاف سيستمز وتولز كتيره قوي. فهيلففنا كده النهارده ازاي نقدر نبني جوه الاتش ار داتا دريفن بروسيس اند استراتيجي نقدر نشتغل عليها. فالنهارده منورني ومشرفني محمد غلاب، is a very close of mine, close friend of mine. هو الفاوندر والتشيرمان لشركه انترفيس وعنده كمان اكتر من بزنس لاين. فالنهارده منورني محمد غلاب. منورنا محمد. ايه رايك في الطلعه؟ عجبتني ولا هو نفسه دي كانت هو نفسه حسيت والله كبر قوي مننا. منورني يا محمد الله وثانكس سو يخليك. ماتش غلاب Thank ان you. انت نورتنا النهارده. ثانك يو. خلينا اول كده ناخد الناس انتروداكشن، مين اصلا غلاب؟ ابتديت ايه اللي جاب انترفيس قبل انترفيس؟ بتعمل ايه دلوقتي؟ وصلت لهنا ازاي؟ يس. كلمنا عن غلاب بقى. طيب يعني ببساطه انا اتخرجت في حقوق القاهره 2005. اصلا بقى درست بالظبط درست قانون اصلا، نايس. وما كانش عندي خالص هدف ان انا اشتغل في المحاماه يعني. اوكي. فسلكت سلك القضائي، حاجه بسيطه كده بس ما دخلتش اصلا يعني. بدانا والدفعه اتلغت بعد ما خلاص. أوكي. فقررت برضه لا مش هكمل في المحاماه. أوكي. فبالصدفه لقيت اعلان عن اتش ار ادمن اسيستنت في احدى الشركات المصريه. نايس. وكان ريليتد اكتر بالبيرسونال والبيرول، يس. وده اكتر في حته ملمسها قانون كده. بالظبط، قانون عمل وتامينات ومكاتب عمل وهكذا. فكان ده بالنسبه لي اقرب حاجه ممكن ايه اكسبلور يعني. فالحمد لله دخلت الكارير من هذا المنطلق، وكده بقى لي هو حوالي 20 سنه في الكارير، 21 سنه. ما شاء الله. عديت طبعا باكتر من شركه في اكتر من صناعه، واكتر من بوزيشن من اول اتش ار ادمن اسيستنت مرورا بسبيشالست سينيور سكشن هيد لحد جروب اتش ار مانجر لمجموعه شركات. ما شاء الله. وفي خلال الفتره دي كنت بدات اجت اكسبوزد على البيزنس بشكل اكبر، فكنت حابب ان انا يكون عندي ماي اون بزنس، مش بلعب بس في الاتش ار. يس. وده اللي شجعني صراحه ان انا ادخل في اكتر من بزنس. دخلت في كذا حاجه مالهاش علاقه بالاتش ار، منها حاجات فشلت وده كان عادي، ومنها حاجات كملت شويه لحد ما جت الفرصه ان يكون عندي حاجه ليها علاقه بماي اون اكسبيرينس. فبدات ابني عليها، وبدانا اول شركه عندنا كانت انترفيس تكنولوجيز من 2015. الحمد لله النهارده احنا قدرنا نساعد اكتر من حوالي 55,000 موظف او يوزر. يس. تو هاف بيتر امبلويمنت اكسبيرينس من خلال استخدام التكنولوجي والدي تو داي اوبريشن بتاعت الاتش ار بتاعتهم. نايس. عندنا اكتر من 120 عميل، عملنا اكتر من 120 امبلمنتيشن لحد النهارده الحمد لله. توصل بامبلمنتيشن لفول اتش ار اي اس سيستم. بالظبط كده. نايس. بالظبط ما شاء الله. عشان بس الناس ممكن تحس لو 120 عميل، لا ده في ناس بتعمل اكتر. لا اتش ار اي اس امبلمنتيشن ده قصه. بالظبط. انا قصه حضرتك. دي حقيقه. وديورنج بقى الفتره دي او الفتره الاولانيه خالص، فبدانا نفتح الشركه الثانيه بتاعت الاوت سورسنج. نايس. يس. ولقينا فيها بوتنشاليتي برضه باسم انترفيس او اس اس او سورسنج سيرفيسز. يس. ولقينا ان احنا اكد اوت سورسنج عشان الناس اللي متابعانا. اوت سورسنج برضه في مجال الاتش ار. بالظبط. احنا امبلويمنت في كونتراكت. نايس. بالظبط. بنعمل ايه؟ احنا بنهاير ليك الموظف، بنعينه على قوتنا، بنسجله في مكتب العمل على تحت اسم انترفيس. يس. نايس. في التأمينات نفس الفكره، بنديله مرتب،
في سيرفيس تانية احنا بنعملها حسب النيدز بتاعت العميل. نايس. فممكن نضيف سوشيال ميديكال انشورنس، نايس. جنرال لايبيلتي انشورنس، انت يونيفورم، بتهندل كل الجزء اللي علاقه بالبيبل يس عندك. بالظبط كده. نايس. حتى الناس اللي بتشتغل ريموتلي الاوف شورنج بنهندل الاوفيسز بتاعتهم هنا نايس. والتكنولوجي نايس. واللابتوبس ما شاء اند سو اون. وبنلعب حته الاوت سورسنج از سولوشن مور ذان سيرفيس. يعني مش عميل بيقول انا عايز اوت سورسنج فاقول له يلا بينا نعمل اوت سورسنج عندك كم، لا يعني انت عايز تعمل اوت سورسنج ليه؟ فتعالى نبص على البروسيس تشين بتاعتك عامله ازاي. دين بعد كده نشوف ايه اللي منها نون كور وتنفع تبقى اوت سورسد بالظبط. وساعتها نقرر اذا كان هو اوت سورسد فاحنا ناخده كشركه تو اوبريت الاتش ار بارت وانت تعمل اوبريشن، ولا انت محتاج شركه سبيشالايز في الشغلانه دي فتاوت سورس السيرفيس كلها او الفانكشن كلها. اوكي. فهو يديك ديليفربلز، احنا نديك بيبل بس مانجمنت، لكن هو ممكن يديك ديليفربل كامل. يعني مثلا انا عايز اوت سورس الترانسبورتيشن، فهو عنده عربياته وعنده سواقينه وعنده الخطوط بتاعته وعنده طريقته اللي بيهندل بيها، فانت هتاوت سورس الحته دي. مش عندك سواقين، مش هتحط سواقين على قوتي ولا تجيب عربيات وتعمل هيدك بتاع الفليت مانجمنت، لا انت هتروح لشركه ايه ترانسبورتيشن اصلا عندها الفليت بتاعها وهكذا. نايس. فلا يعني ما شاء الله احنا بنتكلم الاول في اتش ار اس كانترفيس، وبعد كده عملته اوت سورسنج بتهندل حاجات كتيره جوه الاوت سورسنج بالظبط. وبنيته بقى ده مش بس انا باوت سورس بيبل، لا ده انا كمان ممكن ابقى كونسلتنت اصلا محتاج اوت سورس البيبل ولا اوت سورس الفانكشن بالكامل. بالظبط كده. نايس. بالظبط. وبدانا كمان نتريجر ايه الحتت اللي فيها مشاكل جوه الاتش ار بروسيس في الاوبريشن بالذات، ونقدر ان احنا نعملها اوت سورس، لانها ولا ينفع تبقى ليها فانكشن كامله جوه الاتش ار وليها تيم او ليها حد حتى واحد، وفي نفس الوقت هي بتبقى بيردن على الناس اللي شغاله في الاوبريشن. زي مثلا ودي بقى لنا فيها الحمد لله عملنا فاليديشن بقى لنا اكتر من بقى لنا سنه الحمد لله، هي ليها علاقه بالاكزيت انترفيو اوت سورس. اوكي. يس. ده انت خدت حته متخصصه قوي. بالظبط. اوكي. ايه الفكره جت منين؟ اولا الاكزيت ريبورت والاناليتكس بتاعته كتير من الشركات مش بتقدر تريلاي عليها في الديفلوبمنت بتاعها. ليه؟ اول حاجه ان الراجل وهو ماشي من الشغل بيبقى قلقان يقول كلام حد يضايقه، او هو ماشي بمشكله فممكن يكون يقول كلام يضايق بس مش حقيقي. خايف ان فلوسه او ورقه يتاخر فيعرفش يلحق يروح الاوبورتيونيتي التاني اللي هو رايح لها. الحاجه الرابعه ان ممكن يكون اصلا هو ماشي من الشركه لانه عنده مشكله مع الاتش ار بيرسون اللي هيعمل معاه الاكزيت انترفيو، فبالتالي مش بيعرف يعبر عن كل الاسباب اللي خلته يبدا يتحرك. فلما بتاوت سورست بتسهل بتشيل كل العقبات دي. فاحنا بنعمل ايه؟ اول حاجه ان احنا ثيرد بارتي، انا مش اي حد من اللي انت كنت عايش في وسطهم فبحاسس معاه بالايشو دي. الحاجه الثانيه سوري ان احنا بنروح بنعمل الاكتيفيتي دي بعد شهر من مشيانه، بحيث اي هيت عنده حصل ديورنج المشيان يكون خلاص هدي، استلم شغله، راح مكانه جديد، استقر، حس ان هو ورقه معاه، فلوسه معاه، محدش اثر عليه على سمعته في السوق فراح مكان اللي هو عايزه and so on. نبدا بقى ايه نجت الانفورميشن منه ببساطه. برضو في حد بيكلمه الاول بيعمل له اونبوردنج على الفكره واحنا مين وبنعمل ايه وايه الهدف منها، ويشوف الميعاد المناسب ليه للمكالمه او ان احنا نعمل معاه الاكزيت انترفيو ده. بعد كده حد تاني بيكلمه بقى متخصص برضه هو انترفيور فبيبدا يتكلم معاه ويجو ديبر على الريزنز بحيث نطلع الريزنز بيهايند هو مشي فعلا ليه وراح عند مين وايه اللي بيأتراكت هيم من بره الماركت and so on. فبالتالي بيبقى عندك فاليد ريبورت تعرف تعمل عليه امبروفمنت بلان محترمه جوه الشركه بتاعتك. نايس. انا طبعا انت قاعد بتقول لي حاجات بتستفزني اسال، بس انا خايف ابدا اخش على طول في الاسئله. لا بالعكس. بس انت كمان ما شاء الله دلوقتي انترفيس كمان بقت موجوده بره مصر. بالظبط. صح كده؟ اعتقد توسعته في عمان. في عمان احنا حاليا دلوقتي موجودين في سلطنه عمان بقى لنا سنتين ما شاء الله. ان شاء الله، ويعني عندنا بلانز للتوسعات الثانيه ما شاء الله. ما شاء الله ربنا يبارك. طيب تعالى نبدا الاول في لوب التوبيك، لان انت وانت بتقول انتروداكشن كان عندي اسئله كتير. ماشي. بس تعالى نخش الاول في التوبيك اللي اصلا اتش ار اناليتكس. طيب الموضوع جنين اصلا. اناليتكس يا جماعه صباح الفل، الدنيا ماشيه في الاتش ار وشويه بروسيس والدنيا تمام. صعبتوا الموضوع ليه؟ طيب خلينا بالظبط خلينا نشوف ايه اللي خلينا نروح لحته زي دي او ليه الناس فكرت في ده الاول. مبدئيا الاناليتكس في حد ذاتها اصلا هي حاجه بتتطور من زمان.
من 1910. 1910 يس. عايش ده مش في الاتش ار، مش في الاتش ار. انا لسه بشكل عام اتخطيت. بالظبط كده. اوكي بالظبط كده. فهي بس قعدت مرحله طويله جدا 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 في الديسكفري فيز لحد 2010. يس 100 سنه بالظبط. فالناس بتحاول تتريجر ايه الاناليتكس وتحلل المعلومات وهكذا. دي بعد كده بدات تموف اون على فيز ثانيه بعد الديسكفري للرياليزيشن. تريلايز بقى ان هي مهمه وينفع فعلا تكون بتعمل بيها حاجه. تمام. دي بعد كده ال5 سنين اللي بعدهم راحوا لفكره الفاليو، ده في فاليو بتطلع من ده، ودي اللي احنا عايشينه دلوقتي اللي هو من 2020 ل 2025 زي ما قلت لحضرتك كده ايه في المقدمه. فبعد الفاليو احنا رايحين لمرحله دلوقتي ان بقى فيه ناس اسمها بتاع ده اناليست، سواء كان داتا اناليست بزنس اناليست. فالموضوع بدا يروح لمرحله الاكسلنس وفي مودلز للاناليتكس بتتبني. فممكن نتكلم برضه عن موديل ليه علاقه بالاتش ار اناليتكس. يا ريت. بالظبط. انت كده قلت في مراحل ديسكفري، بعد كده تاني مرحله ايه؟ ريلايزيشن بعد كده فاليو وبعد كده الاكسلنس. يس. ودي مرحله احنا رايحين لها ال5 سنين هنروح لها. بدانا فيها من دلوقتي وماشيين فيها ال5 سنين جايين. بدات الشركات فعلا تبني مودلز للداتا اناليتكس بتاعتها. فانت اللي بتقوله دلوقتي يا غالب معلش عشان في حته كده عايز اطمن الناس اللي بتسمعنا واخده بالها منها. انت فالنهارده الشركات اللي لسه في مرحله ريلايزيشن ان انا محتاج اعمل داتا اناليسيس، احنا متاخرين 10 سنين يعني يو ار بيوند 10 سنين يا لهوي. لان في ناس خلاص هي ابتدت تجين فاليو وابتدت تخش مرحله اكسلنس اوف انا بعمل داتا موديلنج اصلا. بالظبط كده. بالظبط. نايس. طيب ممكن تقول لنا ببساطه اتش ار اناليتكس جوه الاتش ار يعني ايه بقى؟ طيب هو ليه اصلا اتش ار اناليتكس ده؟ الفكره كلها ان احنا دلوقتي بقى لنا كام سنه من ساعه الازمات العالميه في 2008 سوري، مرورا بازمه ثوره الربيع العربي بعد كده الكورونا وهكذا. بقى في دراماتيك تشينج عنيفه جدا جدا بتحصل، فخلقت اوريدي اجيال جديده. الاجيال الجديده دي ما بقتش ماشيه على نفس النورم بتاعنا، عندها الانستابيليتي والتغيرات الكتيره اللي بتحصل في حياتهم، افكارهم واتجاهاتهم مختلفه بيز على كل الحاجات اللي حصلت حواليهم دي. ده اللي عمل بيردن على الاتش ار اللي بيستقبلوهم في الشركات ان هم لازم يتحولوا من التراديشنال اتش ار العادي اللي احنا كنا بنعمله، بنعمل من شويه ملفات، بنعين شويه ناس، بنقبض، مش عارف ايه، بندرب وسو اون، لان احنا نفكر استراتيجيكلي اتش ار ونبقى بزنس بارتنر فعلا للبزنس، بارتنر من البزنس يبدا ياخد اكشن. فكنا بنتحرك من هذه المرحله للاستراتيجيك مرورا بقى بالورك فورس مانجمنت كادفانس بقى اتش ار والتالنت مانجمنت وكل التالنت ديفلوبمنت، وصولا بالورك فورس بلاننج، الكومبوزيشن بلاننج، الهيلث اند ويلنس عشان الناس تضغط فيحصل لها بيرن اوت اند سو اون. حته الاستراتيجيك دي هي كلها يعني ايه استراتيجي؟ هي اكسبكتيشنز، توقعات، فوركاستنج. فانا رايح لحته في المستقبل، صح. سو اي كانوت بيلد بلانز عليها ولا ابني بلانز على الحته دي الا على هيستوريكال داتا وعلى يس. فعشان اموف من الكور وابقى شاطر في الاستراتيجيك كاتش ار، تمام، اكبر حاجه لازم اعملها، اكبر اكتيفيتي لازم اعملها ان انا كابتشر ماي تالنت داتا. والله العظيم كلام ماشي مظبوط، ثريد مظبوط اهو. فانت بتقول كلام حلو قوي. انت بتقول يا اكرم الموضوع كله طالما انا بتكلم على فيوتشر محتاج ابني على هيستوريكال داتا، فلو مفيش هيستوريكال داتا هتبلان ايه؟ بالظبط كده. والله كلام بسيط سهل اهو فعلا. بالظبط. فهو اللعبه فين؟ اكابتشر ماي تالنت داتا. بعين ازاي؟ بعين مين؟ امتى؟ مين اللي ما رضيش يتعين عندي اصلا؟ مين اللي رفض الاوفرز؟ مين اللي ما جاش الانترفيوز؟ ما جاش ليه؟ هو ده اللي هيساعدني اشوف في المستقبل وانا بعمل بوست جديد هجيب مين وهعلن ازاي، عشان الاعلان اللي فات كان وحش، كان ما جابش ناس. انا يعني بليف مي اور نوت، وده اناليسيس حصلت احنا عملناها اوريدي في شركه من الشركات قبل كده. هو الهايرنج بروسيس كان مشكلتها فين بعد الجو ديبر بقى في الاناليسيس؟ في الريسبشنست.
لا تاني كده تاني طيب. اول الكلام تاني معلش مش انا اصل انت فجاه فاجئتني ظهر لي كلمه ريسبشنست. يس الكانديديت كان اتضح ان كان عندهم باد اكسبيرينس في الويتنج اريا. يس فانت يو لوست a lot of calibers كان ممكن شاطرين وانت عامل اسسمنت للسي في بتاعهم، عامل لهم انيشال انترفيو كويس قوي تمام، but they face bad experience في الريسبشن اريا، في الويتنج اريا، في الانتظار، في طريقه المعامله، فدي decided ان هم مش هيكملوا بلس ومشوا من الريسبشن، او ان هم بعد ما طلعوا خلصوا واحترموا منتظرهم لكن they not accept the offers. يعني كانهم خدوا انطباع على ان الشركه دي من الانطباع اللي انا خدته في الريسبشن اداني انطباع لا الشركه دي مش عايز اكمل فيها. بالظبط كده بالظبط كده. وده طلع من ديتا اناليسيس. بالظبط. فانت طب يعني انت لقيت النص كلها ماشيه صح، والاعلان معمول صح، والناس بتعمل انترفيو صح، والكومبتنسي بيزد مبنيه، والشانيل مبني صح، والاكسبيرينس بتاعت الكانديديت في الانترفيو حلوه مش وحشه. بس طب تعالى بقى اطلع بره ده، طب انتوا كلمتوه ازاي؟ طب هو انتوا مكتبكم فين؟ احنا بنبقى نخش بقى ديبر بقى، مكتبكم فين وكان جاي منين؟ يعني طب هل مثلا الطريق كان فيه حاجه مثلا خلاه يعني يتضايق وهو جاي فبالتالي البروسس ما مشيش صح؟ طب قعد قد ايه؟ كان الانترفيو بلاند امتى وطلع امتى؟ وهكذا. فتكتشف ان في حاجات هي نوت ريليتد بالبروسس اتسلف، بس حوالين البروسس ذات نفسها بتفيل معاك في فكانك حاولت تعرف تجمع داتا كتيره وتبني انت بيسموها كورليشنز. يس بالظبط. تكتشف بالداتا البيور داتا ان في كورليشنز توصل لاستنتاجات معينه. بالظبط كده. نايس. بالظبط كده. نايس. فده مينلي كونسبت انك تكابتشر التالنت داتا، مش التالنت اللي عندك بس من اول ما فكرت تجيبه. من اول الكانديديت اكسبيرينس خالص بقى. الكانديديت اكسبيرينس بنفسه بالظبط. عشان كده برضو من ضمن السيرفيس اللي بنعملها احيانا ان في شركات بتطلب مننا ان احنا زي فكره الاكزيت ان احنا نعمل زي سيرفي مع الكانديديتس ان نوت اكسبتنج الاوفرز بتاعتهم. بس دي شركات محترمه قوي بصراحه. ايه الحلاوه دي؟ يعني انت بسطتني يعني. كل حاجه يا جماعه. بالظبط خلصت كل حاجه ورحت دي. في شركات طبعا في شركات بتقدر الناس بشكل كبير. ان شاء الله حلو قوي. طيب فاستراتيجيك اتش ار محتاج زي ما قلنا كابتشر تالنت داتا. فعشان تكاتش الداتا دي محتاج تكنولوجي تساعدك. فبنقول مثلا ان احنا لو بنتحرك من التراديشنال اتش ار العادي اللي هو بتاع البيرسونال العادي والبيرول، محتاج ريبورتنج تول. يعني شويه لو عندي اكسل بيعمل لي شويه معادلات ويطلع شويه جراس صغيره، دي ريبورتنج تول. طب وان كمز بموف فورورد لفكره ان انا ببدا انفولف الموظف معايا انه ريكويست حاجته ويطلب حاجته ويطلع هو على حاجته، فاضطر ان يكون عندي سيلف سيرفيس تول. طيب بروح للادفانسد اتش ار اكتيفيتي اللي فيها الورك فورس مانجمنت، الليف مانجمنت وهكذا، والتالنت مانجمنت. ففي مانجر بيعمل انترفيو معايا، بيعمل ايفالويشن بيرفورمانس ايفالويشن معايا، بيحدد تريننج نيدز معايا، محتاج مانجر سيلف سيرفيس تول. طيب بعد ما اخلص كل الارياز دي فانا عايز بي اي تول عشان تطلع لي انسايتس من كل الاكتيفيتي اللي حصلت. بي اي بزنس انتليجنس، حاجات بقى تعمل فيجواليزيشن. بالظبط افيجواليز الاكتيفيتي اللي حصلت دي كلها عشان احدد ايه اللي فيها محتاج بوتنشال اكمل عليه واللي ياخد بريورتي اند سو اون. طب عايز اروح للمستقبل في الاستراتيجيك اتش ار، بحتاج اي اي تولز تاخد بقى الانسايتس دي وتبني على الهيستوريكال، تقول لي الترند ده بيقول ان انت هتعمل كذا كذا كذا. فده تحرك التكنولوجي والداتا وحجم الداتا اللي جواه معايا على مدار تحركي من التراديشنال للاتش ار استراتيجي، عشان اكون جاهز للاجيال الجديده، عشان هم حبايبي صعبين علينا بجد. اللي بيحصل فيهم مش طبيعي. بجد مش طبيعي. فاحنا لازم نكون كير عليهم ونكون بنعمل اكتيفيتي فعلا نديهم اكسبيرينس من اول ما بنفكر نجيبهم لحد من فروم هاير تو ريتاير. نايس. انا عايز ريكاب اللي انت قلته، لانه انا اللي عاجبني في كلامك غالبا انت بتقوله كلام بطريقه سهله فري فلو ماشي ظريف، بس انا عايز اطمن ان الناس بتكابتشر بقى الفلو ده. ماشي. فانت ابتديت معايا انه من اول لما هاجي اقول خلاص احنا فهمنا انه عشان تعرف تبلان للفيوتشر محتاج تبقى عندك كابتشرنج للتالنت داتا على الهيستوريكال داتا دي، عشان تقدر بناء على الهيستوريكال داتا تاخد قرارات. فقلنا طب يلا بينا ناخد هيستوريكال داتا، فقمت قلت لي في 4 ستيبس او 4 حاجات كبيره.
اول حاجه شويه ريبورتنج كانك بتتراك الاز. بعد كده في حته تانية في شويه اكشنز، ورك فورس مانجمنت، ان انا هاخد ليف، هاخد اجازه، هاخد بيرديم، هاخد الاونس، بالظبط. محتاج اطلب. فخليت هنا في تفاعل مش مجرد في سميتها سيلف سيرفيس. ففي واحده ريبورتنج، تاني واحده سيلف سيرفيس، تالت واحده كانت ايه قبل الاي اي؟ المانجر سيلف سيرفيس. لا يعني قبل الاي اي في البي اي. البي اي صح كده، وقبلها في المانجر سيلف سيرفيس. المانجر كان بيبدا ينتراكت معايا كان على البلاتفورمز عشان يديني برضه هو كمان اكشنز ويديني داتا. نايس. فيبقى في واحده ريبورتنج، سيلف سيرفيس، امبلي سيرفيس، مانجر سيلف سيرفيس، دي بعد كده بي اي واناليتكس وفيجواليزيشن، اي اي. كده اروح للاي اي وماشين ليرنينج طبعا. يس. كلام سهل بسيط، 5 حاجات انا هحفظها بس عشان انا احفظ. استنى هقوله من ريبورتنج، حلو، امبلوي سيلف سيرفيس، مانجر سيلف سيرفيس، بي اي وفيجواليزيشن واناليتكس واي اي، ماشين ليرنينج واي اي. يس. وهديه مني ليك، أيوة. هبعت لك موديل ممكن تبقى تنزله برضه في الحلقه. ايوه يا ريت يا ريت. مكتوب فيه الفانكشنز وهي بتتحرك والتكنولوجي تحتها المطلوبه في كل ستيج. انا لسه بقى ده سؤال. يس. الكلام سهل. دي تولز كتيره، هل في تول بتعمل كل ده؟ ما اعتقدش. بص يعني ولا ادفانسد قوي؟ في تولز خلاص بقت تعمل لحد الاناليتكس. لسه ما ظهرش تولز كتيره في الاتش ار تعمل الماشين ليرنينج والاي اي. ليه؟ لان طبعا عشان اوصل لمرحله الاي اي كماشين ليرنينج محتاج داتا كتيره جدا 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 جدا، فمحتاج تتعمل على ليفل الفندور مور ذان الشركه ذات نفسها. حلوه دي، ليفل الفندور مش الشركه. يس. فلازم يظهر فندور عنده داتا عملاقه يقدر يعمل بيها موديلنج. فانا مثلا عندي 120 عميل عندهم 55,000 موظف، فممكن ابني موديلنج على ده. صح. لكن انت شركه عندها 5000 موظف، مهما كانت الترانزاكشن بتاعتك الماشين ليرنينج هنا هتتعلم ايه؟ لسه ما عندهاش. لو رحت الفندر زي انترفيس عنده 55,000 وضرب العدد في 10، ثانك يو، فالموديل بقى اكبر بالظبط كده. داتا انف تقدر تعمل بيها بريدكشن. بالظبط كده. ده كلام رائع. yes. طيب لو النهارده خد بالك الاودينس اللي بيسمعونا اغلبهم اتش ار، اوكي، جونيور ميد ليفل، في ناس طبعا منهم سينيورز. امتى انا بقرر استخدم انهي تول؟ يا عم الاكسلات ماشيه صح. امتى بقول لا اتس نيدد اني ابدا استخدم تول فالديجيتالي ترانسفورم، وامتى بقى اقرر اختار انهي تول بناء على ايه؟ فخليني الاول اسالك سؤال بتاع انا امتى لازم ابدا استخدم تول ويبقى عندي مش عايز اقول اوتوميشن، زي ما اجمع داتا، امتى اقرر القرار ده؟ حلو قوي. هرجع تاني معاك لنفس الموضوع اللي كنا لسه بنتكلم فيه. تمام. حسب انا في انهي ستيج من الماتيوريتي بتاعتي كاتش ار بستخدم بجيب التول المناسبه اللي احنا كنا بنتكلم عليهم الخمسه. اوكي، اللي احنا اتكلمنا عليهم. حلو ده. فانا لو لسه في الكور بعمل شويه ريبورتس عاديه، انا الاكسل مور ذان انف بالنسبه لي يعني. حتى مش عايز اتش ار اس، مش عايز اتش ار اس ليه؟ يعني الموضوع بسيط والدنيا سهله. الكوست بالظبط. الاتش ار اس لو انا بتكلم على عدد كبير او مش عدد كبير، حتى لو عدد متوسط ولكن موجود في اماكن مختلفه، فانا سنترلايزد اتش ار، فعايز اتراك الترانزاكشن، ما عنديش الاكسسبيليتي على الداتا بشكل مباشر والناس مش معايا في المكتب. ممكن اقول ان انا محتاج، انا ميد ليفل بس محتاج، لا عايز تول عشان اعرف اكابتشر الداتا زي ما احنا بنقول من شويه. تمام. لكن لو انا كلهم في المكتب 50 موظف 60 موظف. بس ده سؤال يا غلاب، وانا 50 موظف 60 موظف، البيرول وحسبته والفاكيشن تراكر والبصمه والحاجات دي، مش حاسس ان هي حتى مع العدد ده بيحتاج ولا ده بقى فيري سيمبل اتش ار اس بالنسبه لك؟ بالظبط. بص، هو ده موجود فيه تولز دلوقتي ممكن تاخدها فيري سيمبل سبورت الحته دي. وفي شركات تقول لك لا انا بالنسبه لي اتش ار واحد دلوقتي يكفر 50 موظف بكل الترانزاكشنز بتاعتهم عادي جدا. المهم وات ايفر معاك تول معكش تول، لو انت في العدد ده تمام يو هاف تو كابتشر التالنت داتا بتاعتك. ده كل الموضوع. عشان الشركه دي لو صاحبها جه في يوم من الايام وانت اتش ار فيها قال لك يلا بينا احنا عايزين خدنا مشروع كتير فاحنا هندوبليكيت العدد ده او هنتربل العدد ده، هنبقى 200 150 بني ادم بدل احنا 50 بني ادم، هيبقى 3 اضعاف العدد. يبقى انت جاهز، عارف انت هتتحرك ازاي. في اخر سيرفي اتعمل بتاع ماكلين كومباني الاتش ار ترندز 2025 كان بيقول ان الشركات اللي بتستخدم تكنولوجي تول وداتا وتكنولوجي تول عندها القدره 1.2x يعني 20% اكتر من الشركات اللي ما عندهاش
في ان هي تادبت مع التشينج اللي ممكن يحصل. جاي مشروع جديد، يلا احنا جاهزين، انا عارف مين عندي هنا يعرف يمسك المشروع، مين الاكسبيرينس، ومين يتحرك، مين ساكن فين، مين بيعمل ايه، مين شاطر في ايه، فانا عارف انا عندي ايه من نايس. وعندها قدره 30% ازيد، يعني 1.3 من الشركات الاخرى ما تستخدمش ان هي تجد نيو اوبورتيونيتيز من جوه التشينج اللي بيحصل. اوكي، تقصد بنيو اوبورتيونيتيز يعني حاجات كوست ريدكشن، حاجات بزنس اوبورتيونيتيز جديده بالظبط، في تشينج حاصل، فانا عارف ان انا مثلا اكرم عنده كابابيلتي ان هو تو مانج الحته هنا بتحصل في ازمه حاصله في البلد دلوقتي. انت عندك، وده حصل كتير يعني في ازمه الكورونا، كميه المصانع اللي قلبت على الكحول لتصنيع الكحول، كميه المصانع اللي قلبت على تصنيع الكمامات، يعني في كل تشينج بيحصل في اوبورتيونيتي. فكل ما كان عندك من الداتا هتعرف ادابت، تعرف تادبت، بيعرفوا ادابتوا ب 20% ويعرفوا يكابتشر اوبورتيونيتيز بنسبه 30% ازيد من العادي. اوكي يس، ده مش بس هيأدابت، ده كمان هيكابتشر اوبورتيونيتيز بالظبط، هو التشينج اللي بيحصل ده. نايس. فبالتالي وات ايفر التول اللي معايا ايه، بس اي هاف تو كابتشر التالنت داتا بتاعتي واعرف انالايز الداتا دي كويس عشان اعرف ابني عليه. طيب خليني اسالك سؤال بغض النظر خالص عن الانترفيس. هيجي سؤال، انا اختار التول الصح ازاي؟ ده سؤال عظيم جدا جدا جدا. ايه رايك في الجول ده؟ والله بجد يعني لان والله فعلا في ناس كتير بتبقى قاعده حلو، في اسماء تولز وفندرز كتيره جدا بدون ذكر يعني اسماء، وفي حاجات قديمه قوي، في حاجات طالعه جديده، ستارت ابس عامله حاجات صغننه جميله ظريفه، في حاجات براند لما اشتري براند طبعا، وفي حاجات بقى غاليه، تلاقي نروح الشركه تقول لهم يا جماعه اشتري التول ده، قال لك لا اصل انا هنروح لاوراكل. مش كبرت عليكم شويه؟ مش كبيره شويه وبادجت. وفي ناس، وانت حكيت لي القصه دي انا فاكر في مره زمان، في ناس دفعت في اوراكل وفي ساب وقالت فيلد. فخلينا نسال اول سؤال قبل ما نروح للفيليرز، انا اختار التول ازاي؟ طيب، من الحاجات اللي احنا عملناها صراحه بيزد على الاكسبيرينس اللي خدناها مع العملاء دي كلها، عملنا سيرفي بنطلع بيه اسباب الفيلر او السكسس بتاعت المشروع. ايه الفاكتورز اللي تخلي المشروع هنا الامبلمنتيشن بتاع HRIS اللي يخلي مشروع زي ده يفشل او ينجح؟ فايه هي الفاكتورز؟ احنا كده هنيجي للسؤال اللي هو ده سؤال، اجابه السؤال الثاني بتاعنا. انا اقول لك هو ده عمل لنا ليدنج لايه؟ عمل لنا ليدنج ان احنا ندور، تمام، طب ايه الميثودولوجي اللي تخلي الناس تبقى جاهزه للفاكتورز دي؟ فلقينا ان في موديل، ودلوقتي احنا عاملينه في شكل كورس وكونسلتنج جوب بنعملها اصلا دلوقتي، تمام، ان هي to build the HRIS successful strategy and road map. لازم يكون عندك استراتيجيه ورود ماب واضحه بيفور اصلا السلكشن بتاع الاتش ار سوفت وير. اوكي، يعني قبل ما تروح تانفست في سولوشن بعشرات الاف او بمئات الاف او احيانا بملايين الجنيهات، تمام، محتاج تعمل اكسرسايز صغير ممكن ياخد منك شهر ونص، شهرين، 3 شهور، مش مشكله، حسب حجمك انت والناس فاضيه قد ايه تعمل الاكسرسايز ده. بس الاكسرسايز ده بيساعدك ان انت بتحدد one of 4 or 5 strategies، اوكي، تروح عليهم. one of اختار واحده من الاستراتيجيز الخمسه دي. بالظبط. ايه هم بقى؟ طيب اولا في ان انا اوريدي لو انا عندي سيستم انا هجيب كارنت سولوشن، خلاص انا بعد ما عملت الاناليسيس بتاعتي راح ان هو انسب حاجه. تمام. الحاجه الثانيه ان انا هاوجمنت ماي كارنت سولوشن، انا السولوشن اللي عندي كويس ولكن محتاج شويه تعديلات، فانا هشوف مع الفندور بتاعي انه يعدل لي شويه التعديلات دي واعمل اوجمنتيشن ليه واظبطه عشان ينزل بتاعت الجديده اللي حصلت. تمام. ثانيا ماي كارنت، الثالثه ماي كارنت سولوشن از اوريدي فيتنج لبعض الحاجات، فانا محتاج اكونسوليديت او انتجريت مع سولوشنز ثانيه عشان اكمل بقيه الحاجات، بقيه فانكشنز معينه مش احسن حاجه عنده، مش هطوره، انا اروح فانكشنز دي من حته ثانيه وانتجريت واشوف مدى الكابابيلتي بتاعته تو بي انتجريتد. طيب واطلع ريبورتنج بشكل ثاني مختلف. الحاجه الرابعه ان انا لا هريبليس ده، خلاص ده مش نافعني خالص، انا عايز سولوشن ثاني. فدول مني لسه. طب هوصل لاي استراتيجي فيهم ازاي؟ في يو هاف تو بيلد ا رود ماب، فبنقعد نشرح في 5 ستيبس ازاي تبيلد الرود ماب دي بفورمز موجوده، يعني حاطين فورمز ليها
نايس. ده كورس. ده كورس. نايس. ده انا ممكن اي اتش ار يخش ياخده. بالظبط كده. حلو ده. بالظبط. معلش كام يوم اوت اوف كيوريوسيتي؟ يعني بص على حسب، بس هو من 3 ل 5 ايام. بس ده بابليك يعني انا ممكن واحد لوحدي ولا لازم الشركه تاخده؟ لا ممكن واحد لوحده. اوكي. احنا مش فاتحينه بابليك صراحه هنا في مصر. اوكي. احنا شغالين دلوقتي في الخليج أوكي. اكتر، ومينلي كان مش بيشتغل مع جهات حكوميه كتير، لكن ممكن اخده ككونسلتيشن جوه الشركه. بالظبط كده. حلو. ممكن كونسلتيشن. احنا كشركه فاهم من الفاليو سيستم بتاعنا بنفضل الادفايزري منظر الكونسلتنج. يعني اديك الكورس واجي لك ادفايزري ميتنجز عشان يبقى انت معاك النو هاو، مش انا جيت عملتها لك. اوكي. اديك النو هاو قلت لك تعملها ازاي اعملها، وهاجي لك زيارات متقطعه على مدار مده المشروع اشوف انت عملت ايه واديك زي كوتشنج تمام في الزيارات دي. بس انا بحب اراجع والله، بحب اراجع عشان ان انا فاهم. انا بهلك. فانا اول ستيب خالص انا هبقى عندي واحده من 4 او 5 استراتيجيز. انا يا هسيب الكرنت سيستم ازيس ده تمام وعملت انزل تمام، يا اما هعمل عليه اوجمنتيشن شويه تعديلات شويه انهانسمنتس مع نفس الفندر، يا اما هقول لا هو حلو بس في فانكشنز هروح انتجريت مع سيستم تاني خالص، هعمل انتجريشن لسيستم تاني، يا اما هريبليس. وانا لازم اخد قرار واحد من الاربعه. فدلوقتي المسج انت عشان تختار محتاج تبقى عارف هو انت طب معلش افرض ما عنديش اصلا بقى. حلو ما عنديش. همشي في البروسيس نفس البروسيس بتاعت الرود ماب. ليه؟ لان هتقول لي مين هم الستيك هولدرز بتوعي. اوكي. انا هشتغل مين هم اللي هيساعدوني ان انا انجح المشروع. تمام. فده اناليسيس احنا بنعملها، مين هم الستيك هولدرز المستفيدين من المشروع ده واللي فعلا عايزين ينجحوه. الحاجه الثانيه ايه الكارنت سيتويشن بتاعي، الاتش ار بروسيس بتاعتي شكلها عامل ازاي، ايه اللي ناقصها ايه اللي مش ناقصها. هل ترى مثلا انا في شركه جايه عرض عليا مديول سكسيشن بلاننج، هل ترى انا اصلا عندي اوريدي بوليسي بتاع السكسيشن بلاننج، انا عارف مين هم اصلا الكي بوزيشنز وعارف مين السكسس بتاعهم يعني، ولا انا عندي ده في البلان اشتري ده ولا ما اشتريش ده. تمام. حتى لو هشتريه هامبلمنته امتى، مين قبل مين. تمام. انا عندي دلوقتي البيرول شغال كويس جدا جدا جدا، ولكن عندي مشكله عندي ايشو كبيره في البرفورمانس مانجمنت. فانا في التول اللي هشتريها دي لا هامبلمنت الاول داتابيز واربطها بالبرفورمانس على طول مثلا وات ايفر. الاتش ار تيم ريدنس بتاعي جاهز اصلا يطلع من الكومفورت زون بتاعت الاكسلات والشيتات والورق ويروح للتكنولوجي، ولا مش هو ده التيم الريدي محتاج ابني الكابابيلتيز بتاعته الاول عشان يبقى المايند سيت بتاعته عشان يستخدم التكنولوجي. الاي تي ريدنس هل طبعا عندهم من السبيس والافيلابيلتي ان يدونا سبورت بالتكنولوجيا الجديده دي ولا لا. نايس. الداتا ودي كنا اتكلمنا عليها قبل ما نبدا. الداتا كامله موجوده محتاج تعمل لها كلينزنج بشكل معين، تتهندل بشكل معين. تمام. هرفع ايه قبل ايه وهكذا. كل دي بتحدد لي بقى في الاخر انا عايز السولوشن ده ليه، عشان عنده الميجورز دي، عشان عنده الفلكسبيليتي دي، انا هاكستند في دول تانية فعنده اللغات دي. تمام. هو كلاود بيزد، الكلاود بتاعك في الحته الفلانيه حلو فالدول دي تعرف تاكسس عليه. نايس. تمام. وهكذا. ففي a lot of activities محتاج تعملها حتى لو ما عندكش، عشان لما تيجي تختار وتنفست ما تصطدمش بعد ما تعمل امبلمنتيشن وتدفع اول بيمنت ولا ثاني بيمنت ان ايه ده انت ما عندكوش اردو في اللغه في بتاع ده. انا شغال في الخليج وعندي هنود وبالغال بيتكلموا اردو ومالوش عربي. هو مش اردو في السوفت وير، مش هو مالتي لانجوج. مش هو عربي، هو مالتي لانجوج بس ما فيهوش اردو. بالظبط. فرنساوي ما فيهوش اردو مثلا. هو انتوا مش على الهوستنج كذا، يعني انا لو دخلت من الفي بي ان الفلاني مش هعرف ده في منطقه كامله في فروع كامله اختفت من عندي من على السيستم مش عارفين ياكسسوه اصلا. فاهم قصدي؟ ففي a lot of activities محتاج اعملها عشان اقول انا هجيب ايه، وكمان لما هجيبه هشوف كمان بيكستند معايا لفين في المستقبل عشان ما اقعدش كل شويه اغير. الكوست اوف تشينج غاليه جدا في الحته دي جدا جدا، مش في الفلوس على قد ما هي غاليه في ان الناس انا بتاخد على ابلكيشن فصعب جدا ان هي تروح تغيره تاني تعمل لا برضه وكمان الفلوس طبعا فلوس طبعا. يعني بقول لك يعني الفلوس تعتبر مش بس من اقل الفاكتورز اللي تخليني بتاثر على الكوست اوف تشينج عندي. لان هنا مش بتكلم على ابلكيشن بتاع مثلا حسابات ففي 10 محاسبين هيتعدى تدريبهم وخلاص. بتكلم على مثلا 1000 موظف بيستخدموا سيلف سيرفيس وتعودوا عليه فبليز ده. فالموضوع في تشينج عنيف بيحصل. وده يمكن اللي انت ده على طول انت كانك جاوبت سنه من السؤال اللي بعده ان هو ليه السيستم دي اوقات بتفيل.
ثانك يو. لان واضح من كلامك انه ما هو بص بقى اكرم، هي في ستيبس كتيره قوي ما اتعملتش، يس فاخترنا غلط، فلما اخترنا غلط جينا نبص في الفيوتشر لقينا هو مش بيتناسب معانا قدام، بالظبط، فاضطرينا نغير. وللاسف بتبقى في سيستمز حلوه قوي قوي قوي، مم. حلوه قوي، مم. لكن هي نوت فيتنج بالشركه دي. فيقول لك الشركه دي السوفت وير ده وحش. لا، هو مش هو ده مش- الانسب ليك، بس هو مش مناسب ليك انت. مش مناسب ليك انت، وانت اشتريت حاجه مش بتاعتك. مم. تمام. وكمان في فيتشرز انت مش هتستخدمها، فعشان كده انت حاسه انه غالي لانه فيري ادفانسد على اللي انت عايزه، مم. او في حاجات تولز انت مش بتاعتك، فبالتالي انت حاسس ان انت دفعت فلوس في الهواء. فدي حته كتير بيصطدموا فيها. نايس لو هنروح لحته بقى اسباب النجاح، الفاكتورز اللي بتنجح وتسقط السولوشن، هما ملي 8 اسباب. تمام، منهم احنا قلنا منهم شويه. انا مبسوط انه انا بس مش عارف الناس مركزه ولا لا. هو الحاجات في اجابات مش جاهزه، فيها ارقام، يعني هو في 4 استراتيجيز محتاج تختارهم، وفي كام ستيب محتاجين نمشي عليهم، وفي انت دلوقتي 8 حاجات، 8 اسباب او أسباب 8 فاكتورز هم اللي ممكن ينجحوا ينجحوا او يفشلوا. 8 فاكتورز. يس 8 فاكتورز. تعالى بقى ايه نمسك ال8 اسباب واحده واحده كده بالراحه علينا بقى. طيب ده اجين ده ليه كورس او انا ممكن اخده كادفايزنج ادفايزري ادفايزري. سيرفيس. اشرح لي بقى معلش ال8 او اديني منهم يعني مقتطفات. حلو جدا. احنا قلنا منهم اوريدي جزء مم. ليه علاقه بالاتش ار ريدنس، مم. تيم ريدنس، مم. الاي تي تيم ريدنس، مم. التكنولوجي تو بي يوزد. انا عندي سيرفرات وعندي ماي داتا سنتر، ولا لا انا هجو كلاود او هجو ساس موديل. تمام، فده برضو الشركه محتاجه تحدده. عشان بس الحته دي تكنيكال شويه، انه اوقات شركات بتيجي تقول لنا انا عايز السيستم ده اون بريم يعني عندي انا ماي اون سيرفر وهنزل الداتا دي عندي. ثانك يو. في حد تاني يقول لك لا انا ما عنديش سيرفر هستخدمه كلاود. بالظبط. وفي ناس بتخاف شويه من الكلاود انه لا ده الاكسسبيليتي وممكن يبقى هاكتو، فده اللي تقصده بالتكنولوجي نفسها بالزبط. اللي موجوده جوه الشركه بالظبط عشان كده. تختار افرض انت عايز اون بريم والفندر ده مش اون بريم اصلا. بالظبط صح كده. اوكي بالظبط. لان في شركات كتير جدا تقول لك انا عايز اون بريم والداتا بتاعتي عندي وسيرفراتي. فاولا بيصادم اول حاجه بالكوست. كوست انك تجيب سيرفرات، تعمل سيرفر روم اصلا بتكييفاتها وصيانتها، وحد متخصص في الداتابيز وقاعد يلعب في الحته دي وبيلعب في السيرفرات ومنظمها وبياخد منها باك اب كل شويه اند سو اون. ده هادي كبير جدا 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 على كوست وايز. بلس ان انت مجرد ما حصل لا قدر الله اي حدث جوه هذه الشركه او جوه هذا المقر، انت الداتا راحت. بالظبط. في حين ان انت تلاقي مثلا الشركه ممكن تكون عندها 500 موظف، يعني حبيبي يعني ثمن السيرفرات والكوست بتاعه الهوستنج دي تمام بتبقى 10 اضعاف السوفت وير. فانت جايب زي لينا كده، جايب فرخه ب 8 قروش وقبض ليترلي يعني انت عملت بالظبط زي مصعد الزبون بالظبط يعني. صح. هو اصلا يعني الفرخه نفسها ما كملتش، مش محتاجه السيرفر دي كلها، القصه دي كلها يعني. لا بعد كده عندك سيرفر يبقى هتبقى عايز حد يمنتين. ايوه، ما انت بتتكلم على مكان لوكيشن فيه سيرفرات وتكييفات وسيرفر باك اب وياخد باك اب وباك اب من الداتا بيز وباك اب من الابلكيشن. يعني الموضوع فيه تفاصيل صح اعنف بكتير من ان احنا يعني نبذل فيه كل مجهود. بس مش كمان ان ده كمان اتش ار سولوشن. انت ما تتكلمش على كل، انا عارف لو كل بزنس وده فاينانس بقى وبرودكشن ودي بقى معلومات مصنع ولا اخاف عليها وممكن شركه هوستنج تبيعها لحد ماشي ممكن، رغم ان ده مش بيحصل. يعني طبعا شركات الهوستنج معظمها الحمد لله يعني عندها بروتكشن عالي جدا للداتا وشركات محترمه يعني. لكن برضو منطقي ان نروح لحته حاجه في الكور بزنس قوي سكيورتي بشكل معين. يس. لكن ان انا انفست كل انفستمنت ده في الاتش ار، او ان انا اعمل ده، انا بتكلم مثلا على ايه 20,000 موظف. فانا هدفع سبسكريبشن فيز 20,000 موظف اون مانثلي بيز. لا ده انا اجيبه اون بريم احسن. بالظبط، اشتري اللايسنس مره واحده واجيب اون بريم، ومهما ادفع من سبورت سنوي عمره ما هيبقى بنفس السبسكريبشن فيز بتاعه. حلو قوي التفرقه دي. فانت فرقت في التكنولوجي ما بين الاون بريم والساس او السبسكريبشن على حسب حجم التيم. اذا قلت ان هو يكون اون بريم وانفست الانيشال كابيتال انفستمنت ده وادفع بس انوال مينتنس، ولا لا يا عم لو الشركه صغيره اقلبها سبسكريبشن وخلاص الموضوع اسهل. بالظبط. حلو. فانت قلت لي تيم ريدنس، اتش ار تيم ريدنس، اي تي تيم ريدنس، التكنولوجي بتاعت الشركه. حلو. الداتا اتكلمنا عنها من شويه. الداتا يعني جاهزيه الداتا اصلا اللي عندك. بالظبط كده. انت اديتني مثال كده قبل ما نطلع اول، قلت لي
ده في واحد السيستم مسجل محمد احمد وهو محمد اكرم احمد محمود مثلا. بالظبط. فيا جماعه في ناس غلطه واحده دفعت الناس في الضرايب التأمينات رقم مرعب. يس بالظبط، دي حقيقه. احنا كده قلنا اتش ار ريدنس، اي تي ريدنس، داتا، تكنولوجي، يس بروسيس. في بروسس. بروسيس اصلا بتاع الاتش ار ولا لا؟ يعني انا في بروسس محطوطه ولا لا؟ بالظبط، لان انا تكنولوجي يعني بعمل ايه؟ اول ليفل في التكنولوجيا ان انا اوتوميت. هاوتوميت ايه؟ يعني انا باوتوميت حاجه موجوده. طيب في بروسيس موجوده فانا بحولها من الورقيات للاوتوميشن. صح. فلازم يكون في بروسيس. اذروايز انا جبت ريكروتمنت او ريكروتمنت تكنولوجي او ريكروتمنت سوفت وير. اي هو هينفايت الكانديد امتى؟ وهيبقى مثلا وهي بانل ولا مش بانل، بالظبط، وامتى على الهايرنج أي مانجر أساس؟ بيخش. صح. وهيعمل فلتريشن على ايه؟ صح. يعني فين الكومبتنسي صح. وفين السكيلز وفين الماتريكس صح. اللي انت عاملها، يعني فين الحاجه اللي هي وده هيعملها اوتوميشن. فالبروسيس اتسيلف تكون موجوده. تمام. فكده دي الخمسه. الحاجه السادسه عندنا كان ليها علاقه بال المانجمنت باي ان. دي كارثه، دي بقى كارثه كبيره. الاتش ار هيقعد يحرق كتير ومفيش مانجمنت باي ان. لا فيش مانجمنت، انت عارف اصلا ما عندوش انترست في الموضوع. فانت بتقول لي ايه؟ يعني لما تخش في خلاف مع الاتش ار تقول له طب انا عايز اقابل حد من المانجمنت عشان اشوف المشروع هيكمل، المشروع كده عطلان. فانت داخل بقى عشان تشوف الراجل هيساعدك ازاي المشروع يمشي، فتتصدم ان هو اصلا ايه ده، مين قال ان احنا عايزين الاتش ار سوفت اساسا؟ ده احنا بعاد قوي. فانا ايه هو احنا كل ده بقى كام شهر شغالين وانت تعرفش ان احنا بنعمل ده؟ او كنتش متخيل ان هو كده، مش متخيل ان هو ده. انا عايز حاجه تعمل لي بس كذا 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 كذا. ليه الانفستمنت ده كله حاصل؟ فلو هو مش الايند وكمان شاري الفكره وعارف انت بتعمل ايه، دي كارثه. كارثه. صح طبعا. فدي كده سادس حاجه، اللي تشينج مانجمنت بروسيس عندك. Are you ready or have already a change management process؟ او حتى مش لازم تكون مكتوبه، عارف هتعمل ايه، امتى هنكوميونيكيت ايه مع الناس، الستيك هولدرز هنقول لهم ايه. طب انت قست الافكت بتاع المشروع على الستيك هولدرز؟ يعني هو هيأثر عليهم في وقتهم، في شغلهم، هياخد من وقتهم قد ايه، هيبقى انفولد بنسبه قد ايه. طب انت عرفت الافكت بتاع الستيك هولدرز على المشروع؟ قصه التشينج مانجمنت قصه. يعني هو ممكن اصلا يكون الراجل عادي معاك جدا وكل حاجه، بس هو عمال يبوظ لك هيبوظ لك الدنيا، ما عندوش انترست ان انت تامبلمنت ده. فانت محتاج تقيس الايفكت بتاعه على المشروع زي ما قست الايفكت بتاع المشروع عليه في وقته وهكذا. فدي حته طبابيه عنيفه جدا محتاجه مجهود كبير. الكوميونيكيشن كمان مع الناس، انا هسلسل ده بارت من التشينج مانجمنت. طبعا. هنزل ايه؟ ما هو انا بعمل التشينج فانا عايز اكوميونيكيت حاجه وهجهزهم، وفي جاهزيه لاستقبال الحاجه اللي هتيجي دي. تمام. وفي تيم كده ببايلوت معاه، مثلا العماله مثلا بجيب عاملين اللي هم ايه، الاشباح بتوع المصنع. تمام. يمشوا معايا على الابلكيشن وبيع لهم الفكره بشكل حلو جدا، بحيث اما ينزل او يبداوا ويجربوا هم كذا مره، واجي اعلن خلاص وهنبدا نعمل الابلكيشن والناس تبدا تستخدمه، يبقى خلاص في باي من التيم نفسه كمان. بالظبط. اشباح المكان ايه، مسيطرين ويقول لك يا ابني لا انا جربته وفي كذا 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 كذا. انيبلرز للتشينج ده. احنا بنسميهم امباسادور، سفراء اللي ايه بتوعك في المشروع. اللي هيخلوني ايه المشروع ينتشر وايه وجيت اكسبتد بسرعه من الناس. صح. فاحنا كده قلنا انا عايز لك يا باشا، انا دي كانت 7. ماشي. تيم ريدنس بتاع الاتش ار، يس. اي تي ريدنس، تكنولوجي بتاعت الشركه، الداتا، وبعد كده قلت في حاجه ليها علاقه بالستيك هولدر. انا بحاول اراجع كل حاجه. قلت الباي ان رقم 6، وبعد كده رقم 7 كان تشينج مانجمنت، في رقم 5 بقى وقعت مني البروسيس. ايوه صح مذاكر. لا مذاكر صح. التامنه كانت ايه يا ربي، مش فاكر قوي. عايز نطلعها عادي احنا. يعني انا بحاول اشوف، انا مش فاكر هي اصلا كانت مكتوبه عندي فين. خليني اقول لك احنا الموضوع ده معمول ايه بس عشان ده حته مهمه قوي، ويعني وان شاء الله قريب جدا هبعته لك تبعته للناس. هو ده اصلا احنا بنينا عليه سيرفي. تمام. وفي اناليسيز ريبورت طلع سيكتوريال، كومباني سايز، تكنولوجي. دي الكلاسترز اللي احنا
عملنا عليها سيرفي ده، يعني ال8 فاكتورز دول اوفرول فحاجه 90 عميل قسناها على حاجه 90 عميل، حاجه 90 مشروع عملناه. تمام. تاثيرهم عامل ازاي وايه على فاكتور وايه على الفاكتورز. تمام. دين بعد كده خدنا البنش مارك بتاع الاوفر اول ده وقسناه على سيكتور بيز، يعني في الصناعه الفلانيه الفاكتور ده اعلى فاكتور، الفاكتور ده اقل فاكتور، فبليز يا صناعه كذا خلي بالكم ان ده دايما عندكم واقع فالعبوا عليه قبل ما تشتروا سوفت وير. فانت اكشلي طبقت الجزء بتاع الاتش ار اناليتكس على سيكتورز مختلفه وعلى بالزبط. عدد من الشركات كبير يسمح لك تطلع these kind of data. بالظبط كده. وعلى الكلاستر الثاني الكامباني سايز من 0 ل 50، من 50 ل 200، من 200 وهكذا. فانت دلوقتي اقدر اقول لو انت من 0 ل 50 في الاندستري دي خد بالك من الفاكتورز دي. ثانك يو. بالظبط. حلو. دايما بنلاحظ لما عملنا معاكم اناليسيس او عليكم اناليسيس واضح ان انتوا دايما كلكم معين هنا، فتذكر من ده اظبطوا قبل ما تطلعوا وتروح للايه للامبلمنتيشن بتاع الاتش ار او السلكشن بتاع الاتش ار سوفت وير. الريبورت ده خلاص المفروض الاناليسيس خلص، الريبورت لسه بيتكتب وبيتعمل له ديزاين، وان شاء الله هيبدا ينزل برضه ايه في حلقات صغيره كده لكل صناعه وكل سايز. بعد كده هينزل ريبورت كامل على بعضه ان شاء الله على اخر السنه. لوكينج فورورد. طيب انت في النص قلت كلام عدى كده، لا عايزين نقف عنده شويه. مانجمنت باي ان، انا بقول لك دلوقتي قاعد وخاصه روح لاسميز، اشتغلت مع اسميز كتير انت عارف ولوكال كوربريتس. الاتش ار دلوقتي قاعد بيتفرج وبيسمعنا بيقول لك ايوه بقى الباي ان دي صعبه. انا بروح اكلم التوب مانجمنت الاقي مفيش الكلام انت بتقول ايه يا معلم، ايه الانفستمنت انت بتقولها دي، رقم ضخم جدا وايه الار او اي بتاعه وهشوف الار او اي ده في صوره ايه. والبيزنس مان ديفينتلي ريزلتس اورينتد جدا وهيشوف نتائج سريعه. ازاي امكن الاتش ار حلو انه يقدر يعرف ياخد الباي ان ده من المانجمنت؟ حلو قوي. تمكينة الاتش ار هنا هتكون ليها علاقه برضه بالايه؟ بالاناليتكس. حلو. تمام. لازم الاتش ار يبدا يتعلم شويه حاجات ويدرس حاجات عن الداتا ساينس والداتا اناليتكس، فبالتالي اكتشف ان في حاجه اسمها مثلا انواع للاناليتكس دي وانواع للريبورتنج. فالنوع ده من المانجمنت بيحتاج ايه؟ بيحب يشوف ايه؟ بيحب يشوف هيستوريكال داتا، فانا بجيب له ريتريفنج ريبورتس ودوينج اناليتكس، بحلل شويه هيستوري قديمه واقول بص احنا عندنا كارثه هنا وهنا وهنا وهنا. ولا من النوع اللي بيحب يشوف دايجنوستيك ريبورتس، فالحاجات اللي المصايب دي واي حصلت فاروح جاي داخل في الاناليتكس اعلى وجوديبر هي حصلت ليه. تمام. ولا من النوع اللي بيحب يشوف the effect of this activities وديس مصايب على المستقبل عامل ازاي، فانشيت لي ريبورت بريدكتيف اقول له احنا لو استمرينا على الوضع ده الترند بيقول ومحملنا حاله تحليل الداتا بيقول احنا هننزل الكيرف الحته الفلانيه، فتك حابب نكمل وننزل ولا نروح ننفست والانفستمنت ده يبقى الار بتاعه انه يظبط لنا الحته دي ويعليها لنا تاني او نسستين وبعد كده نطلع اند سو اون. فهو محتاج يتعلم تمام هاو تو توك ذا ووك، يعني ازاي المانجمنت ده بيقرا. فانت عايز تقنعه بالاناليسيس وري له بقى شويه اناليسيس عشان يقتنع. ثانك يو. بالظبط. فكانك بتديله من الاخر كده الاز اس والايفكت بتاعه والتول دي اما هتيجي هتعمل لنا ايه. طب انا هسالك سؤال، انت وانا قلت حاجه برضو انا بحب ريكاب قوي والله معاك، انت اكتر واحد عملت معاه ريكاب لان قعدت تقول لي ارقام. فاول حاجه انت اختار نوع الاناليسيس اللي انت هتعرضها للمانجمنت، فاما اوري له هيستوريكال داتا فيبدا يفيجر اوت ان في مشاكل بباترنز، يا اما انا اعمل له دايجنوستيك تحليل بيلد اب على يعني كل حاجه ليفل هيبيلد اب عليه بالظبط كده. يا اما بوري له اللي فات يا اما اوريه على فكره اللي فات ده ليه تحليلات و دايجنوزنج بالظبط. وخد بالك بقى لا في ليفل اعلى ده احنا قدام البريدكشنز بتقول ده احنا لو كملنا كده هيتاثر ازاي. بس هيجي دلوقتي اتش ار ايوه لحظه حلو قوي اللي انت قلت ده، ما انت كده بتقول انه في داتا اعرف اعمل اشتغل عليها. انا ما عنديش داتا اصلا بقى، انا هختار بقى حد ما عندوش داتا اصلا. طيب انا يعني رايي الشخصي لو انا اتش ار في مكان وعايز فعلا اد فاليو للمكان هوجد الداتا. ليه؟ لان تاني كوني موجود في داتا. في فرق بس ان الداتا موجوده ولا انا مش عارف اسيطر عليها واطلعها.
الكيان اللي موجود، يعني كل المايك اللي قدامي ده موجود، مع كده في 20 تقريبا مسمار مش عارف وكام سوسته في داتا. انا كموجود فليه اسم رباعي وليه كام ايد وليه كام رجل وليه كام عين وليه كام فانكشن بتحصل جوه الجسم، ففي داتا اقدر ادايجنوز الداتا دي واقدر اطلعها. فانت تقصد انه بص يا اكرم، حتى لو ما كانش عندي سيستم في داتا طلعها بقى. عندي 100 استمارة تأمينات ان و100 اوت، بطلع اقول له احنا كان عندنا كام واحد دخل وكام واحد خرج. شكرا. ضيق كده عد الورق كده وحاجه كده بغرفه على ورقه يعني بيضاء. ما تاخدهاش حجه، ما تقعدش تقول اصل ما عنديش سيستم. روح انت ابني بقى شويه داتا اناليز على اكسلايه. بالظبط كده، على ورقه كام واحد دخل كام واحد خرج، اللي دخل وخرج ده قعد فتره قد ايه، فده الافرج بتاع على الكالكوليتر كده، ده افرج التايم لاين بتاع الموظفين عندنا يا فندم. فاحنا عندنا مصيبه تخلي الناس ما تقعدش اكتر من سنه جوه الشركه. ورقه وقلم، انا بكتب شويه ارقام. انت عارف يا غلاب وانت بتقول كده خلتني ريكوجنايز حاجه عندنا احنا ايفن في كريم دلوقتي، وانا قاعد وانت قاعد بتتكلم على، انا قاعد بقول ما انا ما عنديش داتا عليا انا في الهايرنج، فافتكرت لا هو زي ما انت قلت هو في داتا بس هي ممكن مش مكتوبه، هي ممكن تكون مش انالايزد. فدلوقتي انا بفكر معاك احنا كل الناس اللي عملنا لهم هايرنج عدد منهم انا هعرف زي ما انت قلت الناس موجوده هعدهم. انا دلوقتي انا قاعد وانت بتتكلم والله ده في 60% جم ريفيرلز، في 20% جم انترنشيب بروجرام، وعددهم قليل جدا 10% اللي جم قدموا على الاي تي اس. اللي انتوا تقولوا انه ما تقولش حاجه ما عنديش سيستم، لا هو في داتا انت بس مش مطلعها، مش عارف تكابتشر. بالظبط يعني اشتغل اصلا بقى اشتغل يعني اشتغل بلومتك بس كده الشغل هتطلع يعني. اوكي. اي حد بيشتغل بيطلع. اوكي بغض النظر هشتغل ازاي. فلو انت طلع داتا اعملها اناليسيس بالثلاث طرق، يا هيستوريكال يا دايجنوستيك يا اما بريدكتيف او لقدام، حسب لغه اللي قدامك بقى، حسب لغه المانجمنت تيم ده او الاونر بيحب يشوف ايه. يعني هو دايما لا قول لي ايه اللي حصل، او قول لي انت ايه اللي موجود اصلا فماشي، او قول لي ليه ده حصل، مين اللي عمل كده وايه مش عارف ايه. ما بروحش للدايجنوز بقول عشان الاسباب الفلانيه ده اللي وصلنا للارقام دي. الدايجنوستيك او الدايجنوزس دي بتبقى ليه واي ده حصل، واي اللي احنا طلعناه ده حصل. الليفل اللي بعد كده ايه، طب هو ده هيأثر علينا ازاي؟ حلو، انت جاي ما تقول لي حصل كذا وحصل كذا وده كان اسبابه واكرم عمل وغلاب عمل، ماشي وبعدين فايه يعني فايه بالظبط. فدي طريقته، فبالتالي يبقى لازم ابقى انا داخل له بريبورت ما اخش ناقص. يعني انا طلعت الداتا وجبت الدايجنوزنج وكمان قلت له في المستقبل الترند بيقول ان احنا بنخيش نايس وهكذا. فبالتالي عايزين نظبط كذا. الله ينور يا باشا، والله كلام عظمه خليك يا حبيبي. شويه كي بي ايز بقى. لان بتتفاجئ ان في ناس بتشتغل في الاتش ار هي مش قادره تقول تخيل على نفسه هو انا ببرفورم حلو ولا وحش، وخاصه لما بيبقى كمان الاتش ار فانكشن مش كبيره. اوكي. فهو حاسس انه انا في كي بي ايز لكل الادارات بس كي بي اي في الاتش ار مش محطوط لي قوي. ف اولا من وجهه نظر حد دلوقتي بيسمعنا، ايه اهم كي بي ايز انت شايفها مهمه الاتش ار لازم يتراك، يعملها تراكنج كل شهر كل اسبوع كل بقى ايه اهم كي بي ايز من وجهه نظرك الاتش ار لازم يتراك؟ طيب بص خلينا نقول ان الموضوع ده واسع قوي صراحه، لان في a lot of KPIs على فانكشن ليفل. ايوه يعني مش هقدر اشتغل على الاتش ار ليفل. صح ده انا عايز اسمعه بالظبط. لو على الاتش ار ليفل هقوم بقى الامبلوي اكسبيرينس ونقيسها بالانجيجمنت ونقيسها بالريتنشن ريت، حاجات ضخمه قوي وليها مؤثرات كتيره جدا تحتها. ولكن اي ثينك يعني ان كل واحد محتاج يبص كاتش ار بقى براكتيشنرز عادي يبص على الفانكشن ليفل بتاعه. فالبيرسونالي فانكشن ليفل في كي بي ايز معينه تمام ليها علاقه بالكومبلاينس مثلا، البيبر وورك ان يكون كومبليتد في وقت معين، بالجفرنس بتاع الحاجه دي، السكيورتي بتاعت الداتا دي والورق ده والحفظ بتاعه فين اند سو اون. كم واحد اتأمن عليه اون تايم، كم واحد خرج اون تايم، لان ده فلوس زياده وده فلوس زياده برضه في الحالتين وغرامات. فدي كي بي اي مثلا في البيرسونال. بيرول مثلا بيقيس ان بيرول طلع في ميعاد مثلا في ميعادها، البيرول طلع صح من اول مره، مفيش اي كليمز بالظبط حصلت ان الناس عندها حاجات فروقات مفرقه، الاكيورسي بتاعت البيرول والميعاد بتاعه.
الترانسفيرز ذات نفس الناس قبضت فلوسها كامله، الضرايب اتحسبت صح، القانون جه ابلايد صح، الترانسبيرنسي بتاعت الحسبه لما اخش على السيستم واقرا البيس ليب بتاعي صح. فاشوف يعني احنا عندنا سيستمز بتعمل ايه، بتوري السلايسز بتاعت الضرايب، اتخصم منك قد كده ضريبه، الشريحه الاولى اتخصم منها كذا، الشريحه الثانيه، فانا فاهم انا ليه اتخصم مني الضرايب دي كلها مره كتير المره دي، عشان مرتبك كان مزاد فانت دخلت شريحه جديده كنت داخل فيها اتخصم منك جزء اكبر، فعشان يبقى في ايه ترانسبيرنسي في الموضوع. طبعا بقى لما نيجي بقى للريكروتمنت والورك فورس حدث ولا حرج. بالظبط يعني نتكلم بقى على التايم تو فيل والبتاع ده والتايم تو هاير، والشخص ده قاعد قد ايه في البروفيشنال بيريود، كم حد مشي في البروفيشنال بيريود ومشي فولنتري ولا نون فولنتري، وتيرن اوفر ريتس، يعني في there is a lot of KPIs على الفانكشن ليفل. لكن when انا هتكلم مثلا على الاتش ار من فوق كدلوقتي دلوقتي مثلا في الاحداث اللي احنا بنتكلم عليها والاستراتيجيك اتش ار وهكذا، ملي الامبلوي اكسبيرينس والانجيجمنت والريتنشن ريت هم من اعلى الثلاثه كي بي ايز لازم نبص عليهم على ليفل الاتش ار كهو الاتش ار بالظبط، بيضم تحت الامبلوي اكسبيرينس، امبلوي انجيجمنت بالظبط، وريتنشن والثلاثه اكشن سامعين في بعض. ثانك يو بالظبط كده بالظبط. اوكي، انا بعرف اريتين الناس اللي موجوده، ان انا بعرف انجيج دم بشكل كبير جدا، والاوفرول اكسبيرينس بتاعته من اول ما دخل الشركه مكان كان لحد ما جه يستقيل ماشي باحترام ومبسوط ونفسه ما يمشيش ولكن مضطر، دي كلها كي بي اي مهمه قوي محتاج الاتش ار يبص عليها. لو احنا بنتكلم بقى على اللي احنا كنا بنتكلم عليه ان انا وصلت للاستراتيجيك اتش ار، بعمل اكتيفيتي فيها فوركاستنج، فيها هيلث اند ويل بينج للبني ادمين اند سو اون، وعارف I can predict غلاب بالترند ده هيكمل ولا اصلا امتى. ده احنا بنوصل مرحله دلوقتي في الاي اي ان they assess the keywords in your email، ان انت بقيت ليفل اجريسفنس يعلى عندك من يس، طريقه ردك، غياباتك بقت غير الترند العادي، تاخيراتك بتوصل من الشغل متاخر بنسبه قد ايه عن قبل كده، تمام. فيبدا ده ياكملت على بعض ويقول لك الراجل ده في حاجه مش مظبوط، في حاجه بتحصل في حياته او انترنالي مش حلوه. طبعا ده ليفل يعني ده ليفل ادفانس قوي، ادفانس سعادتك والله العظيم. طيب بما على ذكر الاي اي والطفره اللي بتحصل، شايف الاي اي الامباكت بتاعه عامل ازاي في الاتش ار اي اس وفي الاتش ار بشكل عام؟ طيب يعني كل الناس بتتكلم عن شات جي بي تي، كله بيتكلم عن شات جي بي تي، بس الاي اي از بيوند يا جماعه. بالظبط كده. قول لنا كده شايف الاثر والامباكت على الاي اي هيكون عامل ازاي؟ طيب الاثر والامباكت على الاي اي هو تصاعدي زي ما كنا بنتكلم على فكره برضه الداتا اناليتكس والتكنولوجي نيدد. فانا شايف ان دلوقتي خلاص في سوفت ويرز بدات تشتغل على فكره ريتريفنج اي اي تولز. انا معايا اتش ار ابلكيشن فبقدر احط عليه حاجه اريتريف ذات، بدل ما اخش اشوف رصيد اجازاتي وافتح انا والكلام ده كله، بريكوست مثلا مع البوت انا عايز اعرف الكريدت بتاعي في النوع ده من الاجازات، فقول والله انت عندك كريدت قد كده تقدر تطلب قد كده الفتره اللي جايه عشان البوليسي بتقول كذا كذا كذا. لا حصل عشان ده انترستنج والناس بس ايه، انا اسف بقطعك وبحاول اركب عشان الناس تبقى مركزه. اوكي. اصل بالصدفه لسه معمول عندنا امبارح حركه شبه اللي انتوا ريتريف، انت دلوقتي بتقول ايه ريتريفنج الداتا، بمعنى السيستم موجود في داتا كتيره جدا، بدل لما الشخص لازم بقى يقعد على اللابتوب ويفتح السيستم ويدور في انهي حته وانهي نسي كانت بتتجاب من فين، لا هو هيبعت فويس نوت للشات بوت، هو مربوط بالداتا، فالشات بوت او الاي اي انجن ده هيريتريف الداتا ويقول له على طول انت عندك كام يوم، فهو ولا يخش يدور، ده هيبعت فويس نوت يجي له الرد. بالظبط الحلاوه دي. الليفل الثاني الاكشنبل اي اي، ياخد اكشنز. يس. فانا قال لي انا عندي رصيد قد ايه، فيسأل له انا عايز اخد اجازه، هو يقول لي تحب، عارف انت سيري تحب اعمل لك كذا 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 تحب اقدم لك على الاجازه دي، انت اليجبل للاجازه الفلانيه، تحب اقدم لك عليها؟ يس بليز اعمل ريكوست، الريكوست يتعمل ويروح لمديرك وياخد الورك فلو بتاعه ويأكسبت خلاص. فده سكند ليفل حلو ده قوي. بالظبط. ثيرد ليفل بقى اللي احنا بنتكلم عليه بقى الفيري ادفانس اللي هو الايه البريدكتيف ليفل اي اي اللي احنا بنتكلم عليه من شويه، ان هو ياكيوميليت اكتر
من دايمنشن ببدا بريدكت مثلا البيرن اوت ليفل بتاعه ممكن يحصل امتى، عشان انا بقيت فيري اجريسيف في الردود، بقيت بتاخر كتير، بقيت بمشي بدري عن ميعادي، يعني مواعيدي مش مظبوطه، حضوري مش مظبوط، كلامي في الايميلات مش انديكيت حاجات معينه، انديكيتس حاجات معينه بالظبط كده. طبعا ده تاني هرجع اقول لك ان ده محتاج a lot of data عشان يبقى في ماشين ليرنينج عنيف، فبالتالي يعرف البريدكت البيهيفير بتاعي هيعمل ازاي. فيبدا هو المفروض المتوقع ان احنا نوصل لمرحله نقول ان فلان هيستقيل امتى. يس، وده بيتلعب فيه دلوقتي. اوكي، يعني بيتحط له موديلنج دلوقتي عشان نبدا نطلع الداتا دي. نايس البريدكت انت هتتصرف ازاي وهتستقيل امتى. فبالتالي انا كشركه هاخد قرار، هسيبك تقدم استقالتك ولا هاخد اكشنز عشان اعدل لك الحاجات اللي مضايقاك واظبط لك الحاجات دي، وبالتالي اطول فتره انت ممكن تستقيل وتفضل مستمر معايا ان انت كيف فالحق تعدلها بدري قبل ما هو يستقيل. نايس. طيب اسالك سؤال محتاج تستخدم كل الخبرات عشان انت هتحتاج انت تحلل لي بقى، عشان قلت في المقدمه انت سيستم انتجريتور بحد ذاتك. انا النهارده اتش ار في شركه كبيره 50 موظف، صغيره 50 موظف. لا انا واحد في 1500 موظف في شركه ثانيه، لا واحد في 5-6000 موظف في سيكتورز معينه. هل تقدر تديني رينج على حسب حجمي كشركه او الاندستري بتاعتي؟ غالبا كده بالتقريب اقدر اشتري سيستم اتش ار اس في رينج كام؟ اوكي يعني طيب بالتقريب انا عارف ان ممكن صعبه بس بالتقريب. تعالى زي ما قلت لك نبني موديل للموضوع. هتبني له موديل؟ نبني له موديل كده. انا عاجبني، انا خلاص انا هسميك راجل الموديلز. ماشي هتبني له موديل. حلو. يعني تعالى نقول مثلا انا دلوقتي عشان اعمل الاكتيفيتي بتاعه التراكنج الداتا والاناليسيس بتاعتها والريبورتنج والكلام ده كله، وانا مثلا اتش ار موجود في الشركه، محتاج مثلا حد يسبورتني في حاجه زي كده، فعايز مثلا حد جينيور اتش ار يخش معايا يلم من ورايا الاكتيفيتي دي ويساعدني فيها بمعنى اصح، حتى لو هنلم الداتا وانا عاملها اناليسيس اند سو اون، ويسجل الحاجات وهكذا على الاكسلات. مثلا عشان عاين حد زي ده فريش جراد هينوب كام دلوقتي؟ مينيمم 8-10-12,000 بالظبط كده. صح كده؟ بالظبط كده. نت طبعا فالكروس، ده نت فالكروس بقى والاوفر هيدز ومكتبه ولابتوبه اند سو اون. طيب الاتش ار سوفت ويرز ميزتها انها بتتباع بير امبلوي. ماشي، فانا مثلا عندي 50 موظف، تعالوا نفترض مثلا ان في عندي سولوشن ب $5 بير امبلوي بير مانث. 50 موظف في $5 بكام؟ $250 في 50 جنيه تقريبا 12,000 ونص. ده الموديل. لا فلا بالراحه. فانت تقصد ان نقارنه لو انت كنت هتعين واحد هيكلفك كام، ولو انت اشتريت سوفت وير هيكلفك كام. فلو السوفت وير طلع ارخص طلع حتى زي هيبقى اكيورسي ومش هيغيب ومش هياخد 21 يوم اجازه بالسنه ومش هيكلفك لابتوب ولا اوفر هيدز ولا ضرايب ولا مساحه ولا. لا عايز اقول لك ده انت كمان رحت السيستم $5، ده انت كمان رحت اعتقد في حاجات ارخص وفي حاجات اغلى، في حاجات او لا يعني الافريج والحاجات الكويسه $5 ده فعلا سعر سعر حلو قوي. اوكي فالافريج $5. فانت النهارده بتقول خد بالك قيسها بقى بالمسطره دي. بالظبط. انت كده عندك البنش مارك بيقول لك ان انت كل تقريبا 70 موظف من 70 ل 100 موظف بيخدمهم اتش ار واحد. من كل 70 ل 100 موظف يقدر يخدمهم اتش ار واحد. يس في اكتر من ده بنش مارك. ده بنش مارك. اوكي. يعني طبعا بيختلف من دوله من طبيعه ثقافه لثقافه وهكذا. اسمها من هذا المنطلق انا عندي 70 موظف في الشركه في $5 $350 في الشهر، في 50 جنيه دخلت لي 15,000 جنيه. تمام، ده نفس سعر الموظف واكيورسي اعلى والكلام ده كله. فانا هرن البول، انا هفضل اتش ار واحد برضه في الشركه اللي فيها 70، وهرن البوليسي بتاعتي واحطها كلها على السوفت وير ده والداتا بتاعتي. تمام، وابدا اخلي الناس تعمل اكتيفيتي، تبقى في سيلف سيرفيس هم بيعملوا اكتيفيتي يقدموا لها اجازه، مش انا ادخلها لهم وانا اكتبها لهم. كل ترانزاكشن كل ريبيتيتيف وادمنستريتيف ورك شغال السيستم يعمله، وهو كمان بيعمل فلتريشن، هو بيعمل ايه فاليديشن للريكوست. انا طالب سلفه والسلفه دي انا اليجبل ليها بعد سنه من شغلي ولازم اخدها بحد اقصى 3 اضعاف المرتب واسددها على 6 شهور. لو انا عملت ريكوست غير كده هو بيرفض الريكوست اصلا. عمل الريكوست والريكوست ده المفروض يعدي على حد يوافق عليه، فالسيستم مسموح عليه ورك فلو، مش انا كاتش ار اروح اجري وراهم يا جماعه شو.
هو في واقف فيندنج عند مين. احيانا كمان بيبقى في اوبشن ان في اس ال اي، يعني بعد كام ساعه او كام يوم لو ما فاتش بيعتبر موافقه اوتوماتيك، راح جاي مصعده للليفل اللي بعده. ففي a lot of اكشن بتتاخد بني ادم. حتى لو جبت بني ادم بنفس الفلوس، لا هيبقى الاتش ار كوست اقل واكيورسي اعلى بكتير واكتيفيتي اعلى بكتير. خلينا اعرف اركز على الاناليتيكال بارت وعلى الادفانسد بارت بتاعي كاتش ار براكتيشنر مور ذان الحاجات الريبيتيف وادمنستريتيف. نايس، حلو قوي. ده موديل ظريف سهل بسيطه. بالظبط. كل عيله اضرب اسم عدد الموظفين على 70 او على 100، شوف انت عايز كام موظف فاهم، وشوف مرتباتهم في السوق كام، وقارنها بسعر السوفت وير اللي هتجيبه. فلو طلع سوفت وير ارخص او قد، اشتري سوفت وير. بالظبط. لو انا عايز حد عايز حد يساعدني في الحته بتاعه الادمنستريشن والكلام ده. يس. انت متخيل يا غلاب ان انا ممكن كشركه حجمها 40-50 موظف ابقى بشتغل من غير اتش ار اس؟ انا عندي شركات 15 موظف شغال اتش ار اس. اوكي. هو مبدئيا لا بتقول شغالين ولا مش شغالين؟ شغالين. شغالين. تمام. شركات انا كنت فاكر ينفع ابقى عندي 50 وما عنديش اتش ار اس تاني. يعني احنا يمكن جاوبنا على ده قبل كده. تمام. حسب قدره الشخص اللي بيمانج الاتش ار عامل ازاي. لكن مثلا عندي شركه 15 موظف، عنده شاري من عندي اتش ار اس بس ما عندوش اتش ار. هو الاونر متدخل هو في اداره الموارد البشريه ومع الاسيستنت بتاعته، ودي تول تساعدهم عشان هي زي ما كنت بقول لك كده بترن البوليسي والادمنستريتيف ورك والكلام ده كله. هم في الاخر الادمنستريتيف بتعمل او الاسيستنت بتعمل الكالكوليشن بتاع البيرول، وبعد كده هو بيبص على الريبورتس هو بنفسه. بالتالي هو اصلا مش محتاج اتش ار بيرسون، بس جاب تول تساعد في الفانكشن دي عشان يضمن السستينابيلتي بتاعتها والكونسستنسي بتاعتها. نايس حلو قوي. طيب السالاريز بقى، سالاري سيرفيز. والسالاري سيرفيز بقى غاليه جدا. هو احنا بما بنتكلم عن اتش ار اناليتكس، شركات كتيره بالذات صغيره او مش بس صغيره، لوكال كوربريتس ولوكال اسميز، مش هيشتري ومش هيشتري الارقام الضخمه بتاعت السالاري سيرفيز الضخمه. فازاي ممكن شويه اتش ار اناليتكس تساعدني في الحته دي؟ وازاي ابني انا بما انك بتبني موديلز، ازاي ابني ماي اون موديل شويه؟ هل في طريقه ممكن تساعدني بيها لو انا اتش ار احاول ابني فيها ماي اون موديل؟ طيب هو في موديل مبني اوريدي بس صراحه مش انا اللي باني، اخونا واستاذنا الكبير وائل ابو النور. ربنا يبارك فيه يعني استاذنا. انا لا اؤمن بالسالاري سيرفيس صراحه بالذات في الشركات الصغيره وفي التغيرات الكتير اللي حصلت. تغيرات عنيفه قوي يا اكرم. احنا بنلاقي ناس على نفس الليفل ونفس الفانكشن، فده ممكن يكون سنتين وده سنتين، بس ده في شركه بياخد 20 وده بياخد 50. في كل شركه فارينس مرعب، وفي فاكتورز مرعبه دخلت الماركت. انت عندك كتير من الشركات بدات تشتغل اوف شورنج هنا في مصر، فبقى بالنسبه لها السالاريز هو بيدفع بالدولار او باي عمله تانية كومبيرنج للمصري، فعادي هو بيدفع نص اللي كان بيدفعه عنده في بلده، بس هو اتس ايكوال الوت بالنسبه للماركت هنا. صح. فاي كانوت ريلاي على الديفرنس دي ما يتحطوا مع بعض اقول ده بنش مارك او ده افريج او ده رينج. بيضرب الرينج طبعا، بيضرب الرينج. ميزه الموديل اللي عامله وائل بيشتغل على بنش مارك من الشركات. يعني مثلا بيشتغل الاول على كومباني سايز، يقول لك بيديك شويه اسئله كده. تمام. هو عامل موديل ما شاء الله ظريف، في شويه اسئله عن البيزنس ذات نفسه. انت بتوبريت في انهي صناعه، كام برودكت، كام ريجن، حجمك قد ايه، حجم الريفينيو بتاعك قد ايه، فيروح يبنش مارك نفس البوزيشنز بتاعتك دي او نفس الاكتيفيتي بتاعتك دي مع الشركات اللي في نفس حجمك قوي. اوكي. فيبدا تكون الارقام اللي جايه very very valid، فيها فاليديشن عالي جدا. ممكن تكون طبعا فيها فارينس وحاجات، بس برضو من الفارينس مش مرعب اللي احنا بنشوفه في السالاري سيرفيز. فانا ما عنديش مشكله في السالاري سيرفيس طبعا محترمه وكل حاجه وفعلا نرلاي عليها، بس مشكلتي مش معاها في غلوها. مشكلتي في هي هاو اتس فيتنج نفس فكره السوفت وير. يعني تاني في الاخر الناس محتاجه تفكر بس في فكره هاو ذس فيتنج فور مي، اتس فات اور نوت فات. ده مناسب ولا غير مناسب. مش عشان اسمه كذا فيبقى حلو اي كان ريلاي، وعشان اسمه كذا عشان سعره كذا وعشان غالي يبقى حلو، وعشان صح.
انا راجل في سوق مثلا هي او كورن فيري او ما دخلوش في الصناعه بتاعتي، مش ما فيش في السيرفي بتاعهم الصناعه دي. انا ولا بانكينج ولا اندستري معينه ولا الكلام ده كله. انا في صناعه، انا بصنع مثلا بلاستيك مش عارف ايه، وعندي سوق وورش بلاستيك الافات مؤلفه بتوعي ما عدوش عليهم، فانا هريلاي ليه على هير سيرفي عشان انا الثيرد جنريشن ولا السكند جنريشن عندي جه قال لي ان في احنا عايزين نعمل نجيب هي يعني. يس. ف محتاج نفكر بفكره فات اور نوت فات. اوكي. طيب الاتش ار تالنت الشخص بقى نفسه، وانت بتتكلم حسيت ده، استشفيت انا مع نفسي كده يعني استشفيت انه في سكيل ريليتد بالديتا اناليسيس، بغض النظر عن الاتش ار اس اصلا والاناليتكس كلها. Yes. انا كشخص محتاج ابقى فاهم اناليسيس، صح لازم اعرف اعمل ديتا اناليسيس. صح. هل انا فهمت صح؟ دي حقيقه. ولو اتعلم ده ازاي بقى؟ طيب اولا في سكيل سيتس محتاج تعدي عليها عشان تتعلم داتا اناليتكس. في حاجات ليها علاقه بالكريتيكال ثينكينج عشان تعرف تربط الكورليشنز ما بين الداتا وبعضها. في حاجات ليها علاقه بالنوميريكال سكيلز، انك بتعرف تقرا ارقام او تعرف تشوف الرقم. يعني في ناس يمكن انا مش خريج حسابات، انا خريج حقوق زي ما قلت لك في الاول، لكن دي يعني يمكن موهبه من ربنا، مش هقول ان هي سكيل يعني. I can catch رقم مش في مكانه الصح. يعني مثلا لو عندي اكسل شيت في داتا كتير جدا 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 وبعدي عليها بعيني كده، فوانا بعدي بعيني اقدر ابني ترند للارقام. لو يكون في رقم فج عيني بتلقطه. فانت محتاج يكون عندك شويه نوميريكال سكيلز، تعرف ازاي تقرا الرقم وتفاليديت الرقم ده مناسب ولا مش مناسب. فدي حاجه بالظبط. الحاجه الثانيه محتاج بقى تعرف شويه حاجات عن الداتا اناليتكس نفسها، زي كنا بنتكلم ايه انواع الاناليتكس. تمام. بتتعمل ازاي، انواع الكي بي ايز والماتريكس ايه هي، ايه الفيجواليزيشن بتاعتها يكون عامل ازاي. فالجزء كمان بتاع الداتا فيجواليزيشن مش بس بتعمل اناليسيس، فيجواليز بقى الداتا طبعا عشان تساعد التوب مانجمنت ياخدوا قرارات. بالظبط وريهم بالظبط. يعني ممكن برضه نبعت حاجات للناس. انت عندك مثلا 8 انواع من الفيجواليزيشن، وكل نوع ليه حاجه ليه استخدام. في نوع ليه علاقه بانك بتعرض داتا قديمه زي ما كنا بنتكلم. في نوع بيعرض 2 دايمنشنز على نفس الداتا، يعني 2 فاكتورز بيأثروا على الحاجه فتعرضهم ازاي مع بعض عشان تجيب الكورليشن. في نوع من الجرافس والفيجوال بيعرض لو انا عندي 3 فاكتورز بيأثروا على الحاجه، فانا عندي 3 دايمنشنز جوه نفس الجراف. تمام. ففي 8 انواع تقريبا من الداتا فيجواليزيشنز محتاج اعرفها عشان اشوف هستخدم مين فيهم امتى. محتاج اتعلم ده، مش بعمل ريبورت كده وخلاص. يعني الريبورت بيقول ايه يعني، حتى الفيجوال حتى الرسمه التشارت دي هي بتقول بتختصر كلام كتير جدا. محتاج تتعلم انهي واحده فيهم بتستخدم فين. فدي من اهم السكيلز اللي موجوده في فاللي انت قلته دلوقتي غلاب ده، انا ك HR محتاج ابدا انزل اتعلم واخد فيه كورسز اونلاين اوفلاين، انزل اتعلم بالظبط. حتى لو هقرا اونلاين على الانترنت يعني، بس اتعلم حتى لو البيزكس من الحاجات دي. نايس. طبعا الاكسبيرينس والبراكتس هي اكتر حاجه بتعلم. بس على الاقل في بيز لازم من العلم لازم اخده، في ستاندرد لازم اخده عشان ابقى ببني عليه. نايس حلو قوي. هسألك سؤال صعب. سؤال صعب اللي جاي ده، سؤال صعب. طيب دلوقتي في ناس لو خدتك شويه في الداتا اللي ليها علاقه بالريكروتمنت، اوكي، من ضمن الحاجات انه الريكروتمنت يا اما بيبقى فيه عشوائيه تمام، الناس بتطير وخلاص مفيش ستراكشر بروسيس داتا دريفن، او بيبقى فيه حتى ادفانس بيبقى فيه بايس. طبعا في انحياز طبعا، ومش بس صوره واسطه ومش واسطه، لا في انحياز في اتخاذ القرارات. ازاي نقدر انك تبني لنا موديلز، ازاي اقدر ابني موديل انا كاتش ار اوكي احاول اقلل البايس واحاول اخلي البروسيس مور داتا دريفن في الريكروتمنت؟ حلو قوي، يعني سؤال
اتنهيت قبل، خد بالك. شايف بالظبط. جامد. طيب يعني خليني اقول لك على اكتر من حاجه، اكتر من دايمنشن للحته دي. الناس وهي بتتعلم داتا اناليتكس، لو اتعلموا في مكان كويس او قروا في كتاب كويس، هيلاقوا ان في شابتر كده هيقروا عنه اسمه داتا ايثكس. تمام، عن الايثكس بالتعامل مع الداتا او التعامل مع الحاجه، داتا انتجريتي، في ان ازاي اجيب الداتا وازاي اجيب الداتا وازاي اطلعها بعد كده وازاي استخدمها ومين هيستخدمها and so on. فده بارت، عشان هيلاقوا فيه بارت البايسز في الايثكس بالذات. تمام، عشان في داتا انا قلت انا عايز انالايز ده، فمش معنى انه مش عاجبني ما احطوش. تمام، بنطلع بره ده ازاي براكتيكالي بقى لو الشركه عندها القدره يعني لده، اللي بنعتمد على الاسسمنت تولز مور ذان الانترفيوز. يعني الانترفيوز بتعمل كل حاجه، ولكن افتر اسسمنت، فيبقى اللي عمل البنش مارك والكومباريزون ما بين الكانديديتس وبعضهم هي الاسسمنت تول بيزد على السكيلز او الكومبتنسي نيدد للشغلانه بمعنى اصح. فده اللي لحد ما بيكون اولا ما فيهوش بايسز خالص. الحاجه الثانيه بيبقى very advanced في الاناليتيكال بتاعته في الكومباريزون ما بين الكانديديت وبعضها، بيعرف يديك انسايتس اعلى بكتير، وبيديك كمان في تولز كمان بتدي ريبورت ريكومنديشنز. يعني كنت لسه اسالك، انت هنا تقصد بالاسسمنتس غير كيس ستاديز، تقصد بالاسسمنتس اونلاين اسسمنتس؟ يس اوكي. السكيلز اسسمنت اللي هي الحاجات الكوجنيتيف والبيهيفيرال والحاجات دي بتقلل البايس. طبعا لان هو بالتالي مش بني ادم اللي بيعملها، هي ستاندرد محطوط وكل اللي داخلين بيدخلوا عليه يعملوا نفس الحاجه، فبالتالي كل واحد بيقول بيأنسر الاسئله بتاعت الاسسمنت ده بطريقته هو، فبالتالي بترفلكت شخصيته هو، وهو الاسسمنت تو ما عندهاش بايسز في حاجه. يعني هو مش هقول لك كان عاجبني ده عشان من منطقتي ولا مش ولا قريبي ولا كده. حلو قوي. بس طيب تعالى اخدك في حيز تاني بقى خالص، اوت سورسنج. بما انك عملت اوت سورسنج كومباني، الاوت سورسنج ككونسبت موجود بقاله سنين. يس، وفي شركات عملاقه من سنين موجوده في الحته بتاعت الاوت سورسنج، بس مؤخرا ابتدى تبان ان الاوت سورسنج كمان a very big opportunity جوه الشركات، لدرجه انه خلاص بقى في شركات كتيره فتحت لانه شايفين لا في نيد. خليني اسالك هنا، امتى يبقى في احتياج من الشركه ان هي تعمل اوت سورسنج؟ طيب يعني امتى انا الاتش ار يقرر لا انا دلوقتي محتاج اوت سورس دي؟ حلو جدا. في جمله انا اسف، جمله شهيره do what you are doing best and outsource the rest. حلوه دي. do what you are doing best and outsource the rest. نايس. انا شركه بتاعت تعبئه ميه مثلا، مياه معدنيه او مياه معالجه whatever. تمام، فانا عارف كويس قوي الابار وتحليلاتها واحلل الميه ونسبه المعادن والمكن اللي هيستخدمه وازاي اعمل المعادله بتاعت الميه واطلع ميه بيور وحلوه والكلام ده كله. وعارف اعمل الازازه كمان اللي تحافظ على الميه لاطول فتره والناس تشربها وهي مرتاحه وفيها فاليو. لكن عشان اعمل مكنه او اجيب مكنتين 3 تطبع الليبل اللي بيتلزق على الازازه وتعمل الغطا، تمام، اولا خدت حيز من مساحه المصنع بتاعتي، ما عنديش خبراء في الطباعه، دي صناعه تانية خالص اصلا. تمام، وخدت مساحه من مصنعي ومن حجم بيزنسي ومن حجم الانفستمنت بتاعي، كان ممكن اطلع بيه ابار تانية وازاز تانية والكلام ده كله. so I have to outsource it. يعني 5-6 كراتين هيبقوا مركونين جنب المكنه كده فيهم الليبلز وبيطلعوا الموضوع سهل وخلص. صح، انا ليه واخد البروسيس كلها واخد التشين كلها. فاول حاجه بنقولها للناس you have to assess your business process chain. ترسم البروسيس chain كامله، then تبدا تاسس what is the core what is the non core. ايه اللي انا لو استغنيت عنه ده يبقى الشغلانه كده سر مهنه راح، وايه اللي عادي جدا استغنى عنه ويروح. انا شركه تصنيع زي اي منتجات البان مثلا، شركات كبيره والكلام ده كله، زي ما كنا بنتكلم ليه يبقى عندي فليت مانجمنت عنيف
وعربيات بتبوظ وعربيات فيها تراخيص اتسحبت وشركه، وحد بيروح يتابع التراخيص، وحد بيغير الكاوتش، وحد بيغير الزيت كل شويه، والسواق اللي عمل حادثه، والسواق مش عارف اللي بيحشش وهو سايق والعربيه الكوست بتاعتها كام، واخدها ليزنج وتامين وفلوس ايه في ما بس هو اخلص. مش لو عمل هنا غلاب اوت سورسنج للحته دي مش ممكن يبقى معاها ريسكس عاليه؟ طيب كل حاجه لها ريسك. صح. يعني- هو لو عنده الفيل بتاعه يبقى في ريسك طبعا كده الفليب كده. بتاعه موجود عنده، صح. عنده فيه ريسك، صح. فهو عنده ريسك كده كده في الفليب بتاعه. بس الريسك في الاوت سورسد منلي احس انا شخصيا بعتبر انه اقل. ليه؟ لان هو كونتراكتشوال بيز وكي بي ايز وديليفربل بيز. فانا حاطط في الكونتراكت غرامات وحاطط بس. تامين وحاطط كل حاجه. انت استلمت مني علب اللبن دي وهي توزيعها لازم يحصل خلال 24 ساعه، والا هتبقى مرتجعات عشان هتبوظ، عشان ثلاجتك لازم تكون في العربيات دي تكون حاططها مش عارف ايه، لو الثلاجه باظت هحاسبك على العلب اللي جواها كلها. يعني حاسبت موظف عشان اتاخر في تسليم الحاجه، خصمت منه كام؟ نعم، خصمت مرتب السواق لو هو عندي بقى، لو ان سورس عندي مش هديله مرتبه الشهر ده، وخسرت نقله علبه لبن بالكامل مثلا فيها مثلا 200 300 علبه لبن، علبه النهارده ما شاء الله انت عارف يعني كام مثلا يعني. لكن كشركه لا، انا اعرف احاسبه كويس قوي، فاهمني؟ فالفكره هنا ان هو لازم يبدا ياسس وات ذا كور وات ذا نون كور. ذا نون كور بنبدا الاوت سورس. طب الحاجات اللي هي فيها شويه، ودي كتير جدا احنا شغالين صراحه مع شركات، وده من الموديل اللي احنا بنلعبه دلوقتي. انا مش باوت سورس الفانكشن ككل، انا اوت سورس الاتش ار. تمام. فهو واخد الاوبريشن، لكن هيدك الموظفين وحجمهم وورقهم وليلتهم والكلام ده كله تمام اوت سورس. احيانا بيكون لان هو الاوت سورس كمان قماشه كبيره قوي، ليها اسباب كتير. في شركات مثلا مالتي ناشونال هي فورس عليها ورك انفراستراكشر معين معينين بالظبط. واكتر كان ينفعش، وقت ما كان ما ينفعش هو مضطر يعمل الشغلانه، فبيعمل ايه؟ فبيأوت سورس موظفين من شركه ثانيه وبيطلعهم في شركه سيرفيس. ده بند. في شركات داخله انفستمنت مش عايزه تبان ان هي فيري فات اورجانيزيشنز، فعايزه تبان ان هي فيري لايت، عندها عدد موظفين قليل بس الفرشه بتاعتها كبيره، دي اوت سورسنج. صح. في شركات عايزه في البالانس شيت بتاعها يبان السيرفيس كوست مش بيرول كوست، فده كونسبت اوبجكتيف من الاوت سورسنج. there's a lot of outsourcing objectives ممكن الشركات تشتغل عليها. نايس. سواء اذا كان على البيزنس سايد او على الفانكشن سايد، اذا كان كور ونون كور. طيب ازاي اختار شركه الاوت سورسنج؟ يس، ده سؤال مهم قوي. طبعا في اكتر من فاكتور بيحددوا اختيار شركه اوت سورس. اولا انا عايز اوت سورسنج ليه؟ تمام. فببدا احدد انا عايز اوت سورسنج ده عشان زي ما قلنا فانكشن في اريا معينه مش عارف اوصل لها، فبالتالي بختار مثلا شركه الفلاح الفصيح في الحته الفلانيه عشان هم دول اكتر ناس بيعرفوا يوصلوا للمحلات هناك ويعرفوا يوزعوا. فانت تقصد انه ممكن اوت سورس الاحتياج لفانكشن معينه، هي مثلا حاجه تكنيكال، فانا اوت سورس الحته دي سوفت وير هاوس مثلا. في حته هنا تكنيكال، فهنا ده قرار هيفرق. تكنيكال او حتى جيوغرافيكال. في اكسسبيليتي انا مش قادر اوصل لها. صح. مناطق مش هقدر اوزع فيها، مش هقدر توزيع. صح بالظبط. مش هقدر اسس فيها، مش هقدر اعمل اونبوردنج مثلا لو عمل فيها شركه مثلا تعمل اونبوردنج في a lot of activity. فمحتاج اشوف الكابابيلتيز بتاعت الشركه دي سواء كان تكنيكال او جيوغرافيكال حسب النيدز بتاعتي. حلو قوي. دي اول حاجه. الحاجه الثانيه طبعا الكابابيلتي بتاعت التيم اللي جوه الشركه. يعني دي ار الاين ده اصلا معنى انا بتكلم فيه وكيبل ان انا يعملوا اللي انا عايزه، ولا هم اسمهم اوت سورسنج وبيعملوا الشغلانه وخلاص. حلو. شركه سوفت وير وير هاوس مثلا، سوفت وير هاوس، ولكن هم دي كانوت كيبل ان هم يبنوا لي سوفت وير مثلا بادفانسد ليفل بشكل معين، مش ان هم سوفت وير هاوس فبقوا اوت سورس وخلاص. لا، محتاج كيبابيلتي بتاعت الناس نفسها. او برضه نفس الفكره في منطقه جغرافيه معينه عايز اوت سورس حد عنده كام عربيه، عنده تيم عامل ازاي، بيعرفوا يوصلوا للناس امتى، حافظين الشوارع، مش اند سو. هنيجي مثلا للحته بتاعتنا الاتش ار اوت سورسنج. لو انا مثلا عايز اريلاي على الشركه دي في الهايرنج مش بس في البيرسونيل بارت والامبلويمنت كونتراكت بارت، تمام، الريكروتمنت تيم بتاعه والريكروتمنت ايكو سيستم بتاعه عامل ازاي.
صح. فاهمني؟ احنا مثلا من ضمن الامثله اللي عندنا احنا بن اوت سورس لهايبر ماركت كبير في مصر في 59 فرع اكروس محافظات مصر. احنا عندنا فروع من اسكندريه لحد اسوان. طب لازم ماي اتش ار تيم او ماي ريكروتمنت تيم جوه هنا في القاهره كيبل ان هو يمانج بقى اسوان، بالظبط، يجيب بقى يهاير ناس في اسوان بالظبط. فدي حاجه. فمثلا بس احنا اور كابيلتي كشركه بتساعدنا ان احنا نكون مثلا عندنا بارتنرشيب مع 34 عضو مجلس نواب في مناطقهم في محافظاتهم، فاتحين لنا كل الجامعات الاهليه اللي هناك. بندرب الشباب بتوع الجامعات الاهليه دول ازاي يعملوا معانا الاعلان وازاي يعملوا اكبر عدد ترافيك من الناس عشان تشتغل، ويفتحوا لنا المقرات عشان نعمل اوبن داي مثلا ونأتراكت الناس دي. نايس. فاهمني؟ نايس. فعندنا كابيلتي مش بس على ليفل التيم، وبقى ده تخصصك فانا مركز فيه قوي وبحسنه قوي وبعمله بقى مش وان كاستمر، بعمله كاستمرز كتير. فانا لما هنزل اسوان بجيب تالنت يتناسب مع كاستمرز كتير. ثانك يو. بالظبط كده. فمش بس كابيلتي زي ما بقول لك التيم ذات نفسه كابيلتي، احنا كبزنس اصلا عندنا نقدر نعمل ايه. فتحتاج تشوف ده كشركه، تشوف انت تختار الشركه هي هتسبورت يو فين. انت في شركات كتير جدا بتاعت اوت سورسنج، تمام؟ يبقى انت مثلا محتاج منك ان انت تعمل له، او شركات تطلب من اوت سورسنج كومبانيز نعمل لها تهندل لها بيرسونال بارت، العلاقات الحكوميه والكلام ده كله. والشركه دي في مثلا 6 اكتوبر والمكتب الدعم بتاعهم البساتين مش عارف اللي موجود فين. وشركه الاوت سورسنج دي اصلا من شرق القاهره ناحيه دي، مالهاش اي علاقه بمكتب البساتين، مالهاش اي علاقات هناك. ففرحتي انت اوت سورس الخدمه مع شركه هي زيك مش عارف تتعامل مع الناس اللي هناك وعايز اوت سورس على حد عشان تشيل هيدك ده، فهم برضه يخشوا يخبطوا زيك، ما عندهمش اي نتورك ولا علاقات ولا اشتغل مع المكتب ده وعارفين نظام المكتب ده ايه. لان ما شاء الله عندنا في مصر مع لحد ما دلوقتي للاسف لسه عندنا ان كل مكتب ليه طريقه شغل. مكتب يقلب الاستماره مش عارف ازاي، في مكتب ما يقبلهاش ازاي. فشويه تحس ان الموضوع محتاج هو فيري لوكالايزد على طريقه شغل المكتب او طريقه شغل المكان او طريقه شغل الناس في الحته دي او المنطقه دي. محتاج حد اوريدي متعود عليهم واخد عليهم عشان يعرف يهندل لك. نايس. فانت بتحدد انت عايز ايه الاول، تمام؟ ده انت تبدا تشوف مين عنده الكابابيلتيز دي وعنده الامكانيات دي. هو ده اللي تعمل على سعر طبعا. والسعر طبعا ده بيبقى فاكتور مهم جدا اذا كنت بتعمل حاجه ان سورس ولا اوت سورس يعني. يس. طيب لو انا اتكلمت من وجهه نظر الاتش ار تالنت نفسه، الشخص نفسه، البروفيشنال نفسه، افضل ليه ان انا اشتغل في شركه اتش ار اوت سورسنج او سيرفيس بروفايدر في مجال الاتش ار، فانا بحتاج كاستمرز كتير فبشوف موديل كتيره، ولا اروح اشتغل جوه انا الكوربريت جوه الاس ام اي فبقى انا ان سورس بهندل الشركه عارف كل البروسيس بتاعتها. هديلك مثال تاني بشكل ابسط. زمان على طول انا عايز اشتغل في مجال التالنت اكوزيشن، اسهل حاجه اخش ريكروتمنت ايجنسي اخد فيها الخبره، بعد كده اعرف اخش ان سورس في اي شركه بقى كوربريت واشتغل جواها ريكروتمنت. مع وجود اتش ار سيرفيس بروفايدرز كتير بقى في ديماند على اني اشتغل اتش ار جنراليست او اتش ار بقى اوبريشنز في شركه سيرفيس بروفايدر في مجال الاتش ار. شايف انه ده احسن ولا لا افضل اشتغل في كوربريت على طول؟ لو انا واحد بقى اتش ار وبسالك اشتغل في شركه سيرفيس بروفايدر ولا اشتغل في الكوربريت نفسها والاسم؟ طيب بص، هما الاثنين مطلوبين صراحه ان انا اشتغل فيهم، ولكن في مراحل معينه تتعلق بمحتاجات انا الشخصيه. انا لو هتكلم عليا انا كغلاب كشخص، لو انا مثلا لسه بادئ كارير، انا افضل ان اشتغل في شركه كوربريت، تمام؟ افهم الاتش ار بروسيس بكل تفاصيل الاوبريشن بتاعتها، بعد كده اروح للسيرفيس بروفايدر سايد. ليه؟ لان ساعتها لما هاجي اتكلم مع سيرفيس بروفايدر انا عندي من العمق في الفانكشن اللي تخليني اعرف اسيرف هنا. اوكي. بلس ده من ناحيه انا هفاليو ايه للمكان او للكاستمر بتاعي. الفاليو ليا بقى ان انا هجيت اكسبوزد على صناعات مختلفه في وقت قليل قوي. ده لو انا رحت في سيرفيس بروفايدر. رحت في سيرفيس بروفايدر بالظبط. انا بقول لك انا هبدا الاول كوربريت. في كوربريت اشرب خش في المطبخ الاول، خش مطبخ عشان انا اعرف البيزكس خالص. هبدا من تحت قوي، تمام؟ بكل تفاصيلها. لان مهما كان سيرفيس بروفايدر بيعمل حاجات برضه فيري لايت، بتبقى من فوق بيسبورت لكن مش بينفذ. تمام؟ فانا اخش كوربريت اعرف تفاصيل كويس قوي 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 واهرسها واتعلمها، وبعد كده اروح سيرفيس بروفايدر. اول حاجه هعرف اخدم الكلاينت بتاع سيرفيس بروفايدر وانا جوه عن سيرفيس بروفايدر، لان فاهم التفاصيل فعارف الايفكت بتاع الاكتيفيتي اللي احنا هنعملها دي عامل ازاي. الحاجه الثانيه، انا بقى شخصيا هجيت اكسبوز على صناعات كتير جدا في وقت قليل،
فاي كان كومبير، مش كومبير، واتعلم وديفلوب نفسي في ان الفانكشن اللي كنت بعملها هنا وانا كوربريت تتعمل ازاي هي ولكن بشكل اشكال مختلفه في ديفرنت اندستريز معنى صح. نايس. فده كده يعني هيبقى ما شاء الله يعني دارس اوبريشن او هارس اوبريشن خدها من تحت وكمان بقى اكسبوزد بالظبط واكسبوزد، فيقدر يبقى يخش اي صناعه مرتاح قوي. نايس. بس ما عندكش ليها موديل؟ انت ما قلتليش بموديل دي على فكره، ليه؟ ولا ما دي هو تعتبر موديل وبعد كده على الله حكايته ماليش دعوه دون ادنى مسؤوليه ولها ارزاق بالاخر يعني. ماشي. طيب انا بحب دايما اسال سؤال بيرسونال. بنقول يور ستوري يور انسايتس. اوكي. انت على كل ال 20 years plus experience شفت صناعات وشركات وفانكشنز وناس حلوه وناس يعني شفت كل حاجه وشفتني. انت حاجه عظيمه ما شاء الله يخليك. ف بكل اللي انت شفته ده ايه اكتر حاجه انت بالنسبه لك انا لو طلعت بانسايتس احب اشيلها مع غيري هقول له الحاجتين ثلاثه دول؟ غلطات بقى، حاجات حلوه في الستوري، عارف كده في جيرني نهر الحياه حاجه شبه كده. اصدقائنا جيرني بنرحب بيكم. طيب ده سؤال صعب قوي يا راجل. عميق. يعني هو اكتر من عميق، ده محتاج موديل. لا ده بالعكس، ده ما ينفعش فيه موديل. ده كل بني ادم عنده موديل بتاعه بصراحه يعني ما فيهوش موديل بصراحه، لان طبعا كل بني ادم وظروفه وحياته، كل شركه وظروفها وحياتها اللي مرت بيها، ما تقدرش تقول في موديل واضح لده. ولكن يعني اللي اتعلمته من ناس كتير صراحه هو المثابره، ان الناس اللي يكون عندها اوبجكتيفز صراحه ما لا تكل ولا تمل. يعني انا عايز احقق حاجه معينه فانا مثابر، بقع وبقوم. اللي اتعلمته صراحه من الحياه ان الريتم بتاع الحياه حتى لو ابلايت على بيتي وعلى اهل بيتي وعلى حياتي الشخصيه، ان هو مفيش حاجه اسمها احنا زهقانين ففي عندنا مشكله. لا، هو رتم الحياه طبيعي ان احنا بنزهق ونفرح، بنزهق ونفرح. في ايام بعدين مش عارفين نعمل ايه وزهقانين من بعض ومش طايقين بعض، وفي ايام مشتاقين جدا لبعض. فده الرتم الطبيعي. فاحنا لو عايزين الحياه تبقى ماشيه بسيكونس معين مبسوطين طول الوقت ما بيحصلش، وفيها مشاكل طول الوقت. حتى لو احنا هنعمل مشاكل ما بيحصلش يعني وقت ونضحك وننبسط. فلو ما بتدرك ده تتعامل معاه من هذا المنطلق، فالاكسبتنس ليفل بتاعك بيعلى قوي. فانت عارف ان هو ده الريتم. فدلوقتي احنا في وقت المشكله عادي، فاحنا في وقت المشكله فنتعامل معاها عادي جدا، بس احنا مش متأزمين بقى. في وقت الفرح بنبسط قوي 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 عشان عارفين ان هو ايه مش هيفضل مكمل وهكذا. نايس. ففكره انك تدرك الفلكتويشن بتاع الحياه وتتعامل معاه، فبيديك ليفل من الاكسبتنس والرضا اللي يخليك اهدى في الرياكشن بتاعك مع كل حاجه على كل الاصعده بقى. صراحه البيزنس صراحه لو وقعنا في ازمات بعشرات او مئات الاف الدولارز معناها صح، وعادي جدا وكان ممكن نختفي في يوم وليله. ليتلي كان ممكن نختفي في يوم وليله، بس الحمد لله احنا النهارده يعني ما شاء الله تريبل اللي كنا فيه قبل كده. فالبرسيستنسي وصلتنا هنا. يس بالظبط. اذروايز كان ممكن نقعد بقى نحكي على الليفل المسكوب والماضي واللي حصل وليه بيعملوا فينا كده واحنا عملنا ايه لكن لا، يعني الحياه بتكمل. في الاخر جمله جميله قوي قالها لي راجل طيب محترم، بابا والد صاحبي يعني، وهو اكيد هيبقى بيسمعنا، صاحبي يعني ممكن يسمع بابا. اول ما بدأنا البيزنس خالص هو صاحبي بدأ معايا البيزنس في نفس التوقيت في شركه تانية. فليه ان شاء الله ربنا يكرمكم، العجله لو دارت وحاولتوا توقفوها هتفرمكم. يعني الموضوع ما بقاش بمزاجك. وفعلا بقيت عمال اقول يعني انا لو قررت مثلا ابيع البيزنس ولا اوقفه ولا الكلام ده كله ايه اللي هيحصل يعني. بس ادركت دلوقتي مثلا وانا بتكلم دلوقتي معاك حالا اما اقعد كده فيجوالايز ذا افكت والامباكت بتاع البيزنس اللي احنا عاملينه مثلا بتاعنا اللي احنا شغالين فيه. ودي حته مهمه قوي ليها تاثير عندنا في الكالتشر وفي الفاليوز بتاعتنا. لا احنا بنتكلم على 8000 بني ادم بياكلوا يوميا من البيزنس ده، قد يكون بشكل مش طبعا.
قد يكون بشكل مش مباشر، ولكن انا بتكلم ان انا عندي فوق ال 2500 موظف. كل موظف يا مسؤول عن زوجه وطفلين، يعني 4 بني ادمين، او اب وام واخ او اخين، وات ايفر حياته الاجتماعيه او ظروفه الاجتماعيه ايه. كل دول اوت سورسد ولقوا فرص من خلالنا، ربنا ييسرنا ان احنا نكون سبب في ان هم يلاقوا فرص. واحنا الحمد لله مركزين قوي قوي زي ما قلت لك في الاول، ان احنا بنعتبرهم از كلاينتس، فعندنا اكونت مانجمنت تيم ليهم، فبنكير قوي على فكره ان هم يكونوا واخدين حقوقهم كامله. مش ايثيكال اوت سورسنج، ما ينفعش يشتغل اوفر تايم من غير ما ياخد فلوس، وما ينفعش يقعد ينزل يوم اجازه من غير ما ياخد فلوس، ما ينفعش يقعد في رمضان مثلا سحور او فطار غير ما ياخد فطار وسحور. ما ينفعش اللي لازم ياخد اجازته الاسبوعيه. يعني احنا مش بنعمل اوت سورسنج ان احنا بندي الناس وخلاص هو نشوفه هو داخل ونشوفه هو ماشي، لا احنا مانثلي بيزنس شايفين تفاصيل الناس ايه، وبنحارب كمان مع الكلاينتس بتاعتنا عليها لو عندهم مشاكل. فبالتالي انا بالنسبه لي لا، انا لو فكرت اعمل اي حاجه زي كده، حتى لو شلت ايدي من البيزنس ودخلت حد تاني هو اللي يليده، لو بعت البيزنس مثلا، مش مطمن ان يكون كير على ال 8000 بني ادم دول او 10,000 زي ما بني انت ادم دول كير. زي ما احنا كان عليهم. فحاسس ان انا لو عملت كده ربنا هينفخني. حاسس فعلا الحاجه هتفرمني زي ما الراجل الطيب الحبيبي ده قال يعني. فصراحه المثابرة. يس المثابره والقناعه بالفلكتويشن ده هو ده الطبيعي. فبالتالي الديلينج معاه حاجه عاديه جدا. حصلت مشكله مصيبه عادي، ما بتحصل، ما لازم تحصل، هو ده الطبيعي. الدنيا مش تفضل ماشيه هاي ولا لولو. بالظبط كده، بالظبط. يا غلاب نورتني وشرفتني والله. انا مبسوط جدا يعني جدا انا جداً استمتعت كميه الموديلنج اللي حصل. والله ثانك سو ماتش يا غلاب، وكان بقالنا كتير عايزين نعمل الحلقه دي. والله بجد يعني نورتني انا وشرفتني. متشكر ليك والله على الفرصه الحلوه دي صراحه. يعني يا غلاب لاول مره اقعد قاعده كده ايه ادردش فيها وضحك كده بالمنظر ده. يعني ميرسي جدا والله على الوقت الظريف ده. تستني يا غلاب. الله يخليك، شكرا جدا. ميرسي جدا. يعني يا شباب انا اعتقد انا كل مره باجي ريفلكت مع كل حلقه بقعد احاول اريكاب كده حاجات انتهت، لكن فكره الموديلنج بجد فعلا غلاب النهارده كان بيساعدني. وانا قعدت ريهرس، دي اكتر حلقه كنت بريهرس كل شويه فيها. كل حاجه كان فيها موديل، اختار الاوت سورسنج ازاي، اختار الاتش ار تول ازاي، امتى استخدم تول، امتى اوت سورس، الاستراتيجيز اللي انا بحطها، الداتا كابتشرنج للتالنت داتا كابتشرنج اعملها ازاي. كل دي تفاصيل اجين كل مره بقول لكم الحته دي. في معلومات النهارده ضيفي بيقول لي حاجه في مدتها ساعه ونص، انت محتاج تريسيرش على كل توبيك. اعمل سيرش على تالنت ديتا كابتشرنج بنعملها ازاي، اعمل ريسيرش. قال خد بالك انت محتاج تكون عارف يعني ايه تايبس اوف اناليسيس، انواع الاناليسيس المختلفه. اعمل ريسيرش على التوبيك، هيستوريكال ولا دايجنوستيك ولا بريدكتيف. في كلام اتقال وكانه سهل كده. انا بقول لكم النهارده انا بيرسونلي استفدت بيه كتير، فاتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا واستمتعتوا بالحلقه زي ما انا استمتعت بيها، ونشوفكم ان شاء الله الحلقات اللي جايه. شكرا جزيلا.